القصة بتبدأ بولد مستخبي وبيراقب مجموعة من الجوبلين متجمعين حوالين نار في الغابة، وفجأة وهو بيحرك رجله بيخبط في عود ناشف بيتكسر بصوت عالي، فالجوبلين بياخدوا بالهم منه ومن غير تفكير بيجري بكل سرعته وهم وراه على طول. وهو بيجري ابتسامة خبيثة بتظهر على وشه عشان كل اللي بيحصل ده جزء من خطته، وفجأة الجوبلين بيقع واحد ورا التاني في حفرة كان هو مجهزها من بدري، والولد بيقف ينهج وبيطلع وشه وبيتنفس بالراحة وهو فاكر ان الموضوع كان قرب يبوظ، وبيشكر نفسه انه فكر وحضر كويس، وبيفتكر انه لحد دلوقتي عايش في العالم ده لوحده ومن غير ما حد يساعده. وبعد كده القصة بترجع لورا لليوم اللي اتنقل فيه العالم تاني، وبنشوف بطلنا هاروكا في فسحة المدرسة قاعد لوحده بيقرأ مانجا زي عادته، وبيعترف انه شخص وحيد بس بإرادته. هو بيحب يقعد مع نفسه مقتنع ان الناس التانية بس هتطلعه عن قرايته، وبيشرح ازاي زمايله متقسمين شلة للبنات وشلة المشاغبين وشلة ام الفصل والرياضيين والطلاب المتفوقين، والباقي كله بالنسبة له ناس عادية، وهو واضح جدا انه مش تابع لأي مجموعة ومش مضايقه الموضوع ده خالص. وبالفكرة دي بيحاول ينام شوية، لكن فجأة الفصل كله بينور والكل بيتصدم، وهاروكا بسرعة بيلاحظ دايرة سحرية بتتكون على الأرض، وبدل ما يخاف بيتحمس على فكرة انه هينتقل لعالم تاني. بس الحماس ده بيختفي بسرعة لما بيدرك ان الموضوع ده هيبقى وجع دماغ، فبيحاول يهرب ويجري ناحية الباب عشان يطلع بره الدايرة، لكن الباب ما بيفتحش، وبيحاول بكل قوته يرمي اي حاجة في ايده على الباب يمكن يتكسر، بس من غير فايدة. وفي اخر محاولة بيطلع في السقف وبيدخل في فتحة الصيانة، وهو فاكر انه كده ضحك على السحر وبيهدى وبياخد نفس عميق وبيحس بالامان. بس الاحساس ده ما بيكملش، لان دايرة سحرية تانية بتظهر فوق مباشرة وبيتسحب فجأة المكان ابيض فاضي. هاروكا بيقف مستني يشوف مالك او اميرة او زعيم زي القصص المعتادة، لكن بدل كده بيلاقي راجل عجوز قاعد لوحده وشكله وحيد زيه، وبعدين العجوز بيقوم يجري عليه وهو متلخبط وبان عليه الذعر، ومن كلامه هاروكا بيفهم انه زعيم العالم التاني وانه نقل كل الطلبة هناك بس نسي واحد، وهاروكا بينفجر ضحك وبيسخر منه عشان حتى ما خدش باله انه مستخبي في فتحة السقف. والزعيم بيتكسف وبيتعصب وبيقول له بسرعة يختار قدرات عشان ينقله وخلاص. وهاروكا بيتفاجأ بقائمة مهولة من القدرات، لكنه بيكتشف ان كل الحاجات القوية اتاخدت من زمايله، وبيقعد يقلب في البواقي وهو متضايق لحد ما بيلاقي قدرة اسمها الزهر بتديله نقطة واحدة في أي حاجة لو طلع رقم 6 مرتين، وبيضحك بسخرية ويكمل يقلب في قدرات القتال وما بيلاقيش غير إتقان العصاية وبيشوفها قدرة فاشلة. وبعد كده بيشوف العتاد المبدئي وبيلاقي طقم فلاح وعدستين للعين وبيتنهد بضيق، وبيشوف السحر بيلاقي حاجات عادية زي التحكم في الحرارة والترتيب وتقليل الوزن والحركة، وحتى القدرات الشخصية أسوأ صحة عامة، والمشي والوظائف المتاحة منطوي ولحم، والصفات أسوأ منهم نشاط الشركات وعديم التخصص، وصفة غبية تحسها إهانة مخصوص ليه. فبيفقد أعصابه وبيمسك الزعيم يهزه بعنف وبيصرخ فيه وبيقوله إزاي يعيش بالحاجات دي. الزعيم بيتلخبط وبيوافق في الآخر وبيديله كل القدرات اللي فاضلة وبيرميه في العالم الجديد. وبعدها بنلاقي هاروكا لوحده في الغابة وقدامه طقم الفلاح بشكل كئيب، فبيتنهد وبيفتح الشنطة وبيكتشف انها بتشيل حاجات من غير حدود، وبيلاقي جواها عصاية خشب وعدسات وباقي الخردة، وبيلبس الحاجات وهو بيحاول يتعايش مع الجو الجديد. وبعد كده بيقرر يشوف حالته، ولما بيحاول يفتحها بتظهر له رسالة بتطلب منه يستخدم قدرة الزهر، فبيستغرب وبيرمي الزهر وبيطلع له حرف ميم مرتين، وبيقف محتار مش فاهم الحرف ده معناه ايه. في الاول ما كانش فاهم يعني ايه اللي حصل، فطلع له طلب يختار يحط النقط في انهي صفة، وهو عارف ان القوة لوحدها مش هتخليه يعيش في العالم ده، فقرر يحط كل حاجة في الحظ. ولما نافذة الحالة اتفتحت اتصدم ان الحظ عنده وصل للاخر خالص، وساعتها فهم ان حرف ميم معناه اقصى حد، وحس بامل صغير ودخل يبص على باقي حالته، وما استغربش لما لقى كل القدرات التعبانة اللي خدها، بس وسطهم لقى قدرتين جداد، واحدة اسمها الوحيد ودي معناها انه ما ينفعش يعيش غير لوحده وممنوع يعمل فريق مع اي حد، والتانية اسمها السيطرة وبتخليه يدي اوامر لغيره بس بسخرية لانه اصلا محدش هيقبل يتبعه وهو وحيد. فقعد يتنرفز ويزعل ويقول ان حلمه انه يعمل حريم في العالم ده راح في داهية بسبب القدرات الغبية دي. وبعدين افتكر زمايله وسأل نفسه هم فين، وبسرعة اقتنع ان وجودهم ملوش لازمة لانه اصلا ما ينفعش يعمل فريق، فقرر يركز انه يعمل لنفسه مكان يعيش فيه ويمشي في الغابة الكثيفة وهو بيتذمر من قلة الرؤية بسبب زحمة الشجر. وبعدين افتكر العدسات اللي في الشنطة لبسها، وفجأة نظره بقى واضح قوي وبدأ يشوف اسماء النباتات والحاجات اللي حواليه، ويفهم ان العدسات بتديله قدرة التقييم، وحس ان العالم بقى اسهل بكتير وهو متحمس
متحمس لقى فطر ينفع يتاكل وكمان بيطلع قدرات كامنة، ففرح وحطه في الشنطة وهو مطمن ان الشنطة بتشيل ما لا نهاية. ومع الثقة الجديدة دي حس انه يقدر يلاقي اي حاجة يحتاجها، وبعد شوية لقى نهر وملى الازازة وشرب، وبعدها لقى كهف وقف على بابه ودعا في سره ما يبقاش فيه وحوش، وبعد تردد دخل ولحسن حظه لقى المكان واسع ومريح، وقال ان المعيشة هنا فكرة حلوة خصوصا ان معاه خيمة وفوانيس. جمع ورق ناشف وعيدان وشغل سحر التحكم في الحرارة وولع نار على امل تبعد الوحوش، وقبل ما ينام بص على حالته لقى سحر الحرارة طلع مستوى، وفتح سحر النار وكمان اكتسب قدرات زي الرؤية البعيدة واستشعار الوجود وتتبع الأعداء، وفهم ان ده من كتر ما كان متوتر وبيراقب. وبعدها نام وهو بيفكر هيعمل ايه لو حاجة ظهرت، وصحي تاني يوم ومفيش اي مشاكل فارتاح، وقال اكيد بسبب ادوات طرد الوحوش وكمان لان وظيفته منطوي بتحمي مساحته. حس بالجوع وولع نار بسحر النار الجديد وطبخ شوية فطر ولحمة مجفف وحط توابل، واستغرب ان الطعم طلع حلو، واكتشف قد ايه طعم الفلاح عملي، مقلاة وسكاكين وكل حاجة، وقعد يسأل نفسه هو الفلاح ده كان فلاح بجد ولا خبير بقاء. وبعد الأكل قعد يفكر في اللي جاي وكمل استكشاف الغابة وهو ناوي إن الكهف يبقى قاعدته مؤقتا وأهم حاجة دلوقتي الأمان. وفي الطريق جمع أعشاب وفطر تاني، بس أدرك إن الوحوش هي أكبر مشكلة، وفجأة حس بوجود حد وبص لقى 2 جوبلين. اتوتر في الأول وبعدين قال دول عيال صغيرة، بس استغرب إن حالتهم أعلى من المتوقع وسأل نفسه يقدر عليهم ولا لأ، بس عارف إن مفيش مهرب لو عايز يكمل، فلف العصاية بتاعته بقدرة التغليف اللي بتغلف الحاجة بالسحر وتديها تقوية، واتفاجئ إنها اشتغلت حلو. ومع الثقة دي قرر يتعب ويتفوق على زمايله اللي خدوا قدرات غش، واندفع على الجوبلين وضرب الأول ووقعه بسهولة، والتاني هجم بس حركته كانت مكشوفة فلف منه من غير تعب وبضربة سحر خلص عليه. ومع المغرب كان بينظف نفسه عند النهر وهو فخور انه عدى أول معركة، وقال إن اليوم كان حلو، ورجع الكهف تعبان وأكل فطر، ولاحظ عصاية خشب خدها من الجوبلين ورماها على جنب وقال ملهاش لازمة قصيرة وتقيلة وعصايته أحسن. ولما بص على حالته اتفاجئ إنه طلع مستوى من ضرب الجوبلين بس وما اشتكاش، وكمان خد قدرة اسمها ضخ السحر، ولاحظ إن مستوى تمارينه زاد. وفي اليوم الثالث زهق من أكل الفطر كل يوم واشتاق للحمة، وضحك وهو متخيل أم الفصل بتاعته بتزعله عشان بيتدلع، وبلع الفطر بالعافية وقرر يجرب قدرة ضخ السحر، وطلع إنها بتغلف جسمه بالسحر وتقويه وكمان تزود دفاعه وتحكمه. ولاحظ إن التقييم بقى مستوى 2، بس بدل ما يفرح اتلخبط عشان بقى بيشوف علامات استفهام على حاجات كتير، وقال يمكن دي نقلة وحشة ومش حلوة، وهز كتافه ودخل الغابة يتمرن سحر، لكن تركيزه ضاع لما شاف فطر تاني واتضايق من قلة اللحمة، وقال بسخرية واللحمة مش بتيجي على الشجر. وبعدين افتكر انه مفروض يتمرن وفعل ضخ السحر وجري في الغابة، وحس جسمه خفيف ورشاقته عالية قوي، وقابل جوبلين اقوى شوية من اللي قبلهم بس برضه ما يدروش عليه وخلصهم اسهل من امبارح، وثقته زادت وقال في نفسه انه يقدر على 3 مرة واحدة. بس فجأة شاف 3 جوبلين ضخمين فكل ثقته طارت واستخبى بسرعة، وقال لنفسه دول اكبر من طاقته دلوقتي، وبدأ ينسحب بهدوء عارف انه مش مستعد. وخلال الايام اللي بعدها التزم بنظام ثابت يصطاد جوبلين بالنهار ويتعلم سحر بالليل. في اليوم الخامس هاركا قدر يوقع عفريت بضربة واحدة، وقعد شوية يظبط بيته. الكهف عمل له بوابة وحط شوية عفش بسيط مش فخم بس يخليه صالح للعيشة. وبالليل اخيرا الحظ ضحك له واصطاد ارنب عشان ياكل لحمة هو محتاجها من زمان. وبعد ما مسك الارنب كان متحمس جدا وبيفكر اخيرا هيبعد عن عيشة الفطر، بس وهو لسه بيحتفل حس ان في حد بيقرب، ولما بص لها مجموعة البنات اللي معاه في الفصل فاتاخد على أعصابه ومحبش يدخل في دوشتهم واستخبى بسرعة. بس في نفس اللحظة حس إن البنات قريبين كمان وهو أصلا مش طايق يشوفهم. استخدم قدرته على الاستشعار وبص حواليه واكتشف إن الفصل كله موجود حتى مجموعة أم الفصل. هو مش عايز يتدخل ولا يحتك بحد، بس الثانية فكر يمكن يسلم على أم الفصل بما إنهم يعرفوا بعض من ابتدائي، بس فوق نفسه على طول. هو مش هيبدأ يتصرف زي الهبل، بالعكس هو مستمتع بالعزلة لأول مرة، محدش بيقول له يعمل ايه ولا لا، مفيش نكد ولا وجع دماغ، يقدر يعيش زي ما هو عايز. وبالفكرة دي قرر هاركو ان احسن له يغزو العالم ده لوحده من غير ما الفصل يشده وراه، ودخل يستخبى في شجيرة وهو بيحاول يفضل مستخبي. الشقوات قربوا، واحد فيهم شك وقال انه متأكد انه سمع صوت، وبدأ يقرب من الشجيرة اللي هاركو مستخبي فيها، ولما بص جواها ما لقاش غير الارنب فمشوا وكملوا طريقهم. وهاركو طلع نفسه بارتياح وبيقول الحمد لله ما خدوش بالهم منه، بس الفضول غلبه وقرر يمشي وراهم يمكن
عشان يعرف هم ناويين على ايه. وهو بيسمع كلامهم اكتشف انهم بيتكلموا كلام مقرف ومحرج عن البنات، وهاروكا اتقفل لانه كان متوقع يسمع حاجه مفيده، ومع ان مفيش قوانين ولا حساب في العالم ده فهو قلقان شويه من اللي ممكن العبط دول يعملوه في البنات، بس طمن نفسه ان ام الفصل غالبا هتتصرف، هي دايما بتعرف تلم الدنيا. وقبل ما يفصل سمعهم بيخططوا يستغلوا واحد غلبان اسمه تاناكا عشان قدراته يعملوا بيها اللي هم عايزينه، وساعتها هاروكا اتاكد انهم ناويين على مصيبه، بس التدخل ده محتاج تعامل اجتماعي وهو كاره ده تماما. فرجع كافو وقعد يشفي فطر وهو بيحاول ينسى اللي حصل، بس فجأة خد باله من حاجة خبطته زي الشاحنة. مهارة العزلة عنده زادت مستوى، وحتى لوحة حالته بقت معترفة رسمي انه وحيد. يمكن زادت عشان فضل طول اليوم بعيد عن الفصل، بس عموما مش أسوأ حاجة حصلت، وهو اصلا مش مانع يزودها اكتر، خصوصا ان مستواه العام واقف على 3. بس المشكلة الحقيقية في مهارتين عنده، مهارة الكل ولا حاجة شكلها واضحة هيبقى شاطر في حاجات كتير بس مش هيتميز في ولا حاجة، ومهارة الغباء هو فاكر يمكن ليها علاقة بالدمى بس مش متأكد، فقرر يسيب الموضوع دلوقتي ويركز في أكله. وهو بياكل بس لسه نفسه في لحمة، وبعدها يحاول ينام بس دوشة عالية بره خلت النوم مستحيل، فقام على مضض يشوف في ايه، وكان متوقع يلاقي الشقوات كالعادة، بس اتفاجئ انهم مش هم المرة دي، دول النيردز كانوا بيتخانقوا مع شوية عفاريت وواضح انهم متبهدلين. وهاروكا فكر يتدخل ويساعدهم، بس لما بص على قدراتهم اتصدم، مهاراتهم اعلى منه بكتير وكلهم مستوى 16 وهو لسه على 3، افتكر انهم مسيطرين وقرر يمشي، بس وهو بيلف عشان يمشي شاف عفريتين بيتسللوا وراهم، ولو هجموا من وراهم كان هيقضوا عليهم فورا. وهاروكا واقف متردد مش عارف يتدخل ولا لا، بس افتكر زمان لما النيردز شاركوه لعبة كارت تشيريزارد المجسمة، الذكرى دي كانت كفاية تخليه يتحرك، دول يستاهلوا الانقاذ. فطلع من الشجرة من غير تفكير والعصاية في ايده ووقع العفريتين بضربة واحدة، والنيردز بصوله بعيون مبهورة ومصدومة، وهو واقف قدامهم سألهم هم كويسين ولا لا. هم جسديا تمام بس متفاجئين انه شافوا هاروكا هنا في البرية، وبعد شوية تعارف محرج شكروه بحرارة، بس هاروكا كان صعب عليه يتكلم طبيعي، بقاله كتير ما اتكلمش مع حد، وفي الاخر وداهم كافو. والنيردز انبهروا بالمكان رغم انه كاف بس من جوه دافي ومرتب، وهاروكا شرح لهم انه استخدم شويه سحر الارض ومهارات التصنيع عشان يظبطوا، بس هما شايفين اللي عمله لوحده ده حاجه عظيمه. قدم لهم يشربوا وسالهم كانوا بيعملوا ايه في الغابه في الوقت المتاخر ده، وساعتها الجو اتغير، النيردز سكتوا وبصوا لبعض بتوتر، وبعد شويه اعترفوا انهم هربانين من باقي الفصل، وكل ده بدا من ساعه ما اتنقلوا للعالم الجديد. في الاول الكل كان مصدوم ومش فاهم حاجه، وبعدين استوعبوا انهم محبوسين هنا، والهلع مسك في الناس، بس في ناس كانت اهدى شويه. البنات المشهورين كانوا متضايقين اكتر مما كانوا خايفين، كأن اللي حصل ده بس بوظ يومهم. الشقاوات حاولوا يفهموا الدنيا بس غبائهم كان منعهم، والنيردز بقى كانوا في افضل حالاتهم، دي لحظتهم. ام الفصل كانت محتاره زي الكل، بس كان عندها عقل كفايه تعرف ان التجمع في نص غابه مجهوله هيجذب وحوش ويقتلهم كلهم، فحاولت تهدي الفصل، بس كان الوقت فات. مجموعه عفاريت كانت بالفعل شمت ريحتهم، وام الفصل اللي دايما مسيطره على كل حاجه كانت تايهه قدام الوحوش وبدات تنهار، وطبعا باقي الفصل انهار معاها، وحتى الشقاوات كانوا بيترعشوا زي ما كان متوقع. لكن النيردز كانوا فاهمين ان لازم حد يمسك زمام الامور، فشغلوا مهاراتهم وابتدوا يوقعوا العفاريت، وحتى شباب الجيم دخلوا معاهم، وبعد شويه العفاريت اتغلب عليها، بس كده الخطر ما انتهاش. الفصل لمت نفسها ولمت الكل وقالت بوضوح لازم يلاقوا مكان امن يباتوا فيه قبل ما يتهاجموا تاني. وبعد وقت بسيط عملوا معسكر جنب النار، والنيردز بعلمهم الواسع اخدوا على عاتقهم يعلموا كل اساسيات العيشه في العالم ده. وفي الاول الدنيا كانت ماشيه تمام، الفصل اتقسم مهام وكل واحد كان بيعمل اللي عليه، بس فجأة ومن غير اي مقدمات البنات المشهورين قرروا انهم مش هيعملوا اي شغل تاني. الفصل حاولت تكلمهم بالعقل وقالت لهم كل اللي مطلوب منكم تساعدوا في نصب الخيام، بس هم ما كانش فارق معاهم. وطبعا بما ان البنات المشهورين مش بيعملوا حاجه، الشقوات قالوا احنا كمان مش هنتعب نفسنا وقرروا يكسلوا، وده خلى الفصل والنيردز يشيلوا الشغل كله لوحدهم، تجهيز المعسكر، جمع الادوات، وكل مهمه صغيره وكبيره. غير كده النيردز كمان كانوا مسؤولين عن صد الوحوش اللي كانت بتحاول تهاجم المعسكر طول الوقت. الحمل كان تقيل بس كانوا عارفين ان ده عشان يعيشوا هم كمان. وفي الغرفه البيضاء النيردز شافوا مهارتين مرعبين، خدوا واحدة كانت سحر بيخلي الشخص يسيطر على الناس، والتانية مهارة التحكم في البشر زي الدمى. والنيردز عرفوا ان واحد من الشقوات اخد مهارة التحكم دي، ففهموا ان لازم يزودوا مستوياتهم بسرعة لو عندهم اي امل يدافعوا عن نفسهم. بالليل الشقوات كانوا بيطلعوا يصطادوا وحوش، بس مش عشان يحموا حد، لا عشان يزودوا مستوياتهم ويفتحوا مهاراتهم المريضة. وفي مرة النيردز كانوا سامعينهم بالصدفة وسمعوا حاجة تخوف. الشقوات كانوا مخططين يستخدموا قوتهم الجديدة عشان يحولوا البنات لعبيد. اول ما يقوى اكتر
النيردس عرفوا ان مفيش وقت، فكروا يحضروا الفصل، بس للاسف بعد كام يوم الشقوات كانوا زودوا مستواهم كفايه وابتدوا يستخدموا مهاراتهم، ولسوء الحظ الفصل كانت قريبه فقرروا يخلوها اول ضحيه ليهم. بس قبل ما يعملوا حاجه النيردس هجموا عليهم ووقعوهم وقفلوا مهاراتهم خالص عشان ما يقدروش يأذوا حد تاني. الشقوات من غير قوه بقوا ولا حاجه، وطبعا البنات اتجننوا لما عرفوا اللي كان ناوي يحصل، والشقوات اتطردوا فورا من المعسكر، وده كان المفروض يبقى اخر الموضوع. بس الشقوات لانهم حقودين قرروا ينتقموا، وفي نفس الليله والنيردس مش موجودين الشقوات عملوا هجوم غادر مش عشان يسيطروا، لا عشان يخربوا الدنيا، وولعوا في المعسكر كله وخلوه رماد. ولما النيردز رجعوا اتدمروا، كل اللي تعبوا فيه راح، وفي كمان البنات المشهورين لفوا الكل ولبسوا النيردس الغلط وقالوا انهم هم اللي استفزوا الشقوات وتسببوا في اللي حصل. ولحسن الحظ الفصل دخلت وفكرت الكل ان النيردس هم السبب الوحيد انهم لسه عايشين، ومع ان النيردس قدروا دفاعها عنهم الا انهم خلاص جابوا اخرهم، والعيش وسط ناس ناكره الجميل مش مستاهل، فقرروا يمشوا ويهربوا. وبعد ما هاروكا سمع القصه كلها حس بالذنب ناحيتهم بجد، فقرر يعمل وليمه فطر في الليله دي، والمفاجاه انه استمتع فعلا بالصحبه وده نادر عليه جدا. بس تاني يوم النيردس لازم يمشوا، كانوا ناويين يمشوا مع النهر لحد ما يلاقوا قريه ويبداوا من جديد كمغامرين. وقبل ما يمشوا عرضوا على هاروكا يجي معاهم واعتبروه صاحب، مع ان هاروكا شايفهم اصحاب فعلا الا انه رفض لانه مقتنع ان مهاراته الزباله هتعطلهم، ومع كده كان قلقان شويه على اللي بيحصل في معسكر الفصل، خصوصا ان الفصل الشخص الوحيد اللي بيحترمه لسه هناك. فقرر يروح يشوف الوضع. في الطريق قابل وحش ازرق عضه كذا مره زي الكلب المسعور، بس في الاخر قدر يقتله وكمل طريقه. ومع دخول المساء وصل لهاروكا ضفه النهر اللي كان مفروض المعسكر يبقى فيها، بس اتفاجئ ان المكان فاضي خالص، فافترض انهم نقلوا واستخدم مهاره التتبع عشان يمشي ورا الاثار لحد ما قابل البنات المشهورين. ومن كل ناس الفصل دول اكتر ناس بيكرهوا يتعامل معاهم، فلف عشان يرجع بس فات الاوان، هم شافوه جريوا وراه. طبيعي هاروكا يقدر يجري منهم بسهوله، بس وقف مكانه لما سمع كلمه لو سمحت. طول عمره ما سمعش الكلمه دي منهم، فحس ان في حاجه كبيره حصلت خلتهم باليأس ده، فغصب عنه قرر يسمعهم. اول حاجه سالوه عنها اذا كان يعرف النيردز راحوا فين. هاروكا تردد لانه افتكر انهم عايزين يهنوهم تاني، بس اتفاجئ ان البنات كانوا عايزين يعتذروا. فهموا اخيرا قد ايه النيردز كانوا شايلين عنهم وعايزين يصلحوا اللي عملوه، بس النيردز كانوا خلاص مشيوا ومفيش اي فرصه البنات يلحقوهم، اصلا هم مش عارفين يمشوا في الغابه لوحدهم، ناهيك عن الدفاع عن نفسهم قدام الوحوش. هاروكا سألهم ازاي ناويين يوصلوا لهم وهم مش قادرين يعيشوا يوم لوحدهم، وسألهم كمان اذا كان عندهم عزيمة يعملوا اي حاجة عشان يعتذروا، بس البنات انهاروا في العياط لانهم عارفين انهم مش هيستحملوا يوم واحد لوحدهم، فتوسلوا لهاروكا يعلمهم ازاي يعيشوا. وهاروكا من الصدمة وافق قبل ما حتى يفكر، وساعتها مهارة الاخضاع عنده اشتغلت، ومن غير اي انذار البنات بقوا تابعين له بنظرات فاضية مثبتة عليه، وده رعبه، وكل ما يدخل الخناقة يلاقيهم بيجروا يخلصوا على الوحوش ويقدموا له البلورات السحريه زي كلاب مستنيه رضا صاحبها. وهاروكا كان متضايق ومش راضي عن اللي بيحصل ده، هو ما اختارش ده، وكل حاجه بقت غلط. واحده من البنات كان عندها جرح صغير في دراعها، فهاروكا حس بالمسؤوليه واداها جرعه علاج كان عاملها بنفسه على امل تستخدمها لنفسها، بس هي استخدمتها له. احباطه زاد، كل تصرفاتهم بقت لمصلحته هو وبس، وهو بدا يقرف ومش قادر يفهم ازاي يلغي مهاره الاخضاع دي. ولو قابل مندوبه الفصل هيقول لها ايه بس يبرر لها اللي حصل ازاي، وهو قاعد متوتر وبيفكر ازاي يفك البنات من السيطرة اللي حصلت عليهم من غير ما حد يفهمه غلط. فجأة مندوبة الفصل بتظهر قدامه وبتحاول تكلمه، بس هاروكا كان سارح في دماغه ومش مركز معاها خالص غير لما تزعله في ودنه. ساعتها بيفوق وبيستوعب انها واقفة جنبه حرفيا، وفي نفس الوقت العيال المشاغبين لسه بيخططوا بيفكروا ازاي ينفذوا نواياهم المريضة مع البنات، وفي الاخر قرروا انهم يخلصوا الاول على اي حد ممكن يقف قصادهم. بنرجع لهاروكا اللي كان حرفيا في حالة هلع لانه مش عارف يقول ايه لمندوبة الفصل، والمصيبة الاكبر انه اصلا مش فاكر اسمها. دول كانوا في نفس الفصل من ابتدائي، وهي دايما كانت لطيفة معاه، فمش قادرة تستوعب ان الغبي ده عمره ما حاول حتى يحفظ اسمها. بعد شوية باقي بنات الفصل بيظهروا، وطبعا كلهم ماشيين ورا اوامر مندوبة الفصل ما عدا البنات المشهورين، ومندوبة الفصل بتلمح البنات المشهورين واقفين ورا هاروكا شكلهم كانهم بعقل واحد، فبتفهم فورا ان هاروكا اكيد عمل فيهم حاجة. هو نفسه كان نفسه يقول ان بريء، بس الحقيقة المرة ان مهاراته حتى من غير قصد حولتهم لخدامين ليه، ودلوقتي هو متورط في المصيبة دي. بيحاول يشرح الموقف من غير ما يطلع نفسه شرير، بس لو واحدة من البنات مصدقاه فبيزهق وبيقرر يمشي ويسيبهم، بس طبعا مندوبة الفصل مش هتسيبه بالساهل، فبتجبره يفضل واقف لحد ما
تطمن على شيمازاكي وتشوفها كويسة ولا لا، ولحسن حظه هزة بسيطة كانت كفاية تفوقها، وشيمازاكي بتطمن مندوبة الفصل انها بخير وده بيريحها شوية. هاروكا بيفتكر ان دي فرصته الذهبية وبيمشي اخيرا، بس مندوبة الفصل لسه مصممة تفهم ازاي حكاية السيطرة دي حصلت من الاساس، فمش ناوية تسيبه. البنات التانية بيبعدوا شوية وبيفضلوا يرغوا مع بعض، وهاروكا بيلاقي نفسه لوحده جنب شجرة، وبما ان مفيش حاجة يعملها بيقرر يتدرب على السحر. بيقول يجرب يوسع البيت بتاعه لما يرجع. بيبدأ يجرب وبيفكر ازاي يعمل قبو تحت الارض، بس طبعا لان هاروكا بيبوظ الدنيا وبيدفن نفسه في الارض لحد رقبته. بيفضل قاعد مستني كده لحد ما مندوبة الفصل بتيجي تلاقيه. بتتصدم اول ما بتشوفه مدفون في التراب، خصوصا انها كانت طالبة منه يستنى كام دقيقة بس الملل يعمل اكتر من كده. بتقوم تشده وبتطلعه من الارض، وبعد ما بيطلع بتعتذر له انها ما وثقتش فيه. شيمازاكي كانت قالت لها ان هاروكا كان بس بيحاول يساعد الكل، هو نفسه مش فاكر انه عرض يساعد حد، بس بما ان مندوبة الفصل والبنات بقوا بيشكروا فيه قال يمشيها وخلاص. وبعد ما الامور تهدى هاروكا بيستعد يرجع بيته، بس البنات بيبتدوا يتضايقوا لانه سايبهم في البرية من غير ما يعرض اي مساعدة. ساعتها مندوبة الفصل بتاخد بالها من حاجة، هو لسه قال ان عنده بيت، فبتسأله عنه وهو بكل بساطة بيقول انه كان فاضي شوية فبنى بيت. مندوبة الفصل بتتصدم، مش مصدقة ان الشخص ده قدر يبني بيت كامل لوحده، وهم بالعافية عارفين يعملوا معسكر. باقي البنات بينبهروا وبيتجمعوا يعملوا اجتماع سريع. مندوبة الفصل بتسأله بيته يشيل كام واحد، وهو بيفكر شوية وبيقول حوالي 200 لو شالوا شوية عفش ويمكن فضوا حمام السباحة اللي جوه. مندوبة الفصل بتحس بالغيرة وهي بتطلب بالعافية انها والبنات يباتوا الليلة عنده. بما انهم حرفيا ملهمش مأوى، هاروكا بيقلب من جوه. فكرة ان فصل كامل من البنات يبانوا عنده بتخليه يحس بالحر نار، بس بيحاول يهدي نفسه. وبعد ما بيظبط اعصابه بيقودهم ناحية بيته. وبسبب كل الوقت اللي قضاه لوحده في الغابة، هاروكا كان اجدع بكتير في تحديد الطريق، وكمان واحدة من مهاراته كانت بتديله ارشادات تساعده ما يضيعش. في الاخر بيوصلوا البيت، واول ما البنات بيشوفوه بيتصدموا، بقالهم كتير ما دخلوش مكان له سقف ولا استمتعوا بحاجة زي الحمام جوه البيت. واول ما هاروكا بيقول ان في حمام هناك، البنات بيجروا عليه وبيبتدوا يقلعوا قدامه ودماغه بتفصل خالص. بيدرك انه مستحيل يستحمل ليلة كاملة معاهم تحت سقف واحد، فبيطلع بسرعة ينصب خيمة بره عشان ينام لوحده. بس هو بيجهز ينام، مندوبة الفصل بتدخل الخيمة، عندها كلام عايزة تقوله. بتشكره الأول على كل اللي عمله، لأنه من غيره كانت هتبقى تايهة ومش عارفة تعمل ايه. بعد ما المتفوقين مشوا وعيال الجيم كمان سابوهم، البنات بقوا لوحدهم. كان الوضع صعب، بس بعد الحمام والأكل الكويس معنوياتهم اتحسنت. ومع كده بتعترف إنها حاسة إنها فشلت كمندوبة فصل، لأنها ما قدرتش تحل المشكلة لوحدها. هاروكا بيشوف إنها قاسية على نفسها زيادة عن اللزوم، لأنها كانت طول الوقت بتحمل بنات ولماهم. بتعترف إن ده صحيح، بس لو كانوا قبل وحوش ما كانتش هتعرف تعمل اي حاجه عكس المتفوقين. هاروكا بيرد وبيقول انها كده مش عادله مع نفسها، لان المتفوقين قضوا عمرهم كله مستعدين لحاجات زي دي، اما هي فدي اول مره حتى تسمع عن عالم تاني. وبالنسبه لده كله هي عملت شغل ممتاز. كلامه بيريحها، بس برضه ما بتقدرش ما تقارنش نفسها بيه، خصوصا انه بنى بيت كامل في اسبوع. بتتمنى له ليله سعيده وبتمشي. اما هاروكا فبعد اليوم ده كله النوم كان مستحيل. في الصبح بدري واحده من البنات بتصحيه قدام الخيمه وبتقول له يفوق عشان الفطار جاهز. هو نص صاحي وبياخد شويه على ما يفهم اللي بيحصل، ولما بيستوعب بيبدا يعترض وبيقول عايز ينام شويه كمان، بس البنت ما بتسيبوش وبتطلع فوق وبتحاول تصحيه بالعافيه. في الاخر بيستسلم وبيسال الفطار ايه. كان متوقع شوربه فطر كالعاده، بس بيتفاجئ ان الفطار سمك. من فرحته بيخبط دماغه في البنت بالغلط. هي بتتوجع شويه، بس هو مش فارق معاه لانه اخيرا بياكل حاجه غير الفطر. مندوبه الفصل بتستغرب فرحته وبتساله ازاي مبسوط كده وهو عايش جنب النهر من زمان. بيعترف انه فاشل في الصيد وعمره ما عرف يصطاد سمكه. بيسالهم هم اصطادوا ازاي بسهوله كده. مندوبه الفصل بتوافق توريه، وبتاخده للنهر مع بنت عندها قدره على البرق. طريقتها بسيطه، بتكهرب الميه لحد ما السمك يموت. هاروكا بينبهر وبيطلب منها تعيدها تاني. بتتردد شويه بس بتوافق عشان هو ساعدهم. بتكون كرة برق، وقبل ما ترميها في الميه هاروكا بيمسكها وبيختمها بمهارته وبيرميها هو وبيصطاد سمك، وكمان بيكتسب قدره البرق. دلوقتي مش محتاج مساعده البنت دي تاني. مندوبه الفصل بتساله باستغراب هو عمل ايه، فبيشرح لها ان لما بيستخدم مهارته على عنصر معين بيكسب قدرته، وده غالبا بسبب عدد المهارات اللي عنده. رغم كده هو شايف نفسه لسه معاه قدرات ملهاش لازمه. والبنات بيفضلوا يلعبوا في الميه وهو بيقعد جنب مندوبه الفصل وبيسالها ناويين يعملوا ايه بعد كده. بتعترف ان الخطه مش واضحه، بس هدفهم يوصلوا لاقرب قريه ويحاولوا يلحقوا بالمتفوقين، لكنها بتزود وبتقول انهم لازم يقووا نفسهم ويرفعوا مستواهم لو ناويين يطلعوا من الغابه دي لوحدهم.
فهاروكا وهو حابب يساعد بيعرض عليهم يدربهم قبل ما يمشوا. وبعد وقت قصير كل البنات بيتجمعوا في الغابة عشان تدريب على السريع من هاروكا، وقبل ما يبدأوا يسألهم هم وصلوا لأنهي مستوى دلوقتي، ولما بيقولوا انهم كلهم فوق المستوى 15 هاروكا بيحس بإحباط فوري لأنه لسه واقف عند المستوى 7 بعد كل الوقت اللي قضاه في الغابة. فبيبدأ يشك هل هم محتاجينه أصلا ولا لا، عشان كده بيقرر يختبرهم وبيخليهم يواجهوا مجموعة من وحوش الكوبلد عشان يشوفوا يعرفوا يتصرفوا ازاي. البنات بيفتكروا الموضوع سهل، ما هم مستواهم أعلى والوحوش دي مستواهم 6 بس، لكن بعد كام لحظة بيلاقوا نفسهم ممتدين على الأرض ومتهانين واتغلب عليهم تماما. المشكلة ان ولا واحدة فيهم كانت متوقعة ان الكوبلد يردوا ويقاتلوا بجد، فمكسوفين ومجروحين ينسحبوا عشان يعيدوا التفكير ويحطوا خطة. الغريب بقى ان اجتماع الخطة ده بيحصل جوه خيمة هاروكا السحرية، وبفضل انها بتوسع من جوه الكل بيقعد مرتاح، وهو لسه مش فاهم ليه اختاروا خيمته بالذات. بعد شوية نقاش البنات بيطلعوا تاني وهم واثقين انهم المرة دي هيكسبوا، وهاروكا بيبقى مبسوط بحماسهم، بس جواه حاسس انهم ممكن يخسروا تاني بعد ما يمشوا. البنت اللي صحته الصبح بتقرب منه وهي مكسوفة شوية وبتعتذر عن تصرفها، وبتقوله انها كانت متعمدة تقرب منه عشان تشوف هيستغل الموقف ولا لا، وبتعترف انها ما كانتش واثقة فيه، بس دلوقتي بعد ما اداهم مكان يباتوا فيه واكل وكمان عرض يدربهم بقت تثق فيه، وبتضيف انها ترجع بكرة تصحيه على الفطار تاني. هاروكا بيرتاح وبيبتسم وبيقول لها انه مستني بكرة، وبما انه لسه مش عارف اسمها بيقرر في دماغه يسميها بنت السمك. تاني يوم الصبح هاروكا بيفرح جدا لما بياخد سمكة جديدة من بنت السمك، بس بيسمع البنات التانيين بيتكلموا عن انهم رايحين يحاربوا الكوبلد تاني عشان الانتقام. قبل ما يندفعوا مندوبة الفصل بتناديهم وبتفكرهم انهم لو راحوا من غير تدريب هيخسروا تاني، وبتقترح انهم يبداوا بمحاربة العفاريت الاول، بس لما بيواجهوا العفاريت فعليا الموضوع بيبقى كارثة. ومع كده شوية من البنات بيصروا انهم جاهزين يواجهوا الكوبلد تاني، وفي المقابل بنات تانيين بيبتدوا يمرضوا فجأة عشان يتهربوا من القتال. هاروكا ما بيكونش متفائل خالص ومستعد يتدخل لو الدنيا قلبت، لكن بيتفاجئ ان البنات اتعلموا من غلطهم وتعاونوا مع بعض وقدروا يهزموا الكوبلد. مندوبة الفصل بتهنيهم على الفوز، وهاروكا بيحس براحة كبيرة لانه كده البنات بقوا بيعتمدوا على نفسهم وهو يقدر يرجع لحياته الهادية لوحده، او ده اللي كان فاكره، لان مندوبة الفصل بتقرب منه وبتشكره عشان وافق يجي معاهم للقرية القريبة. هاروكا متأكد انه ما قالش انه هيجي، بس هي مصممة، وفي الاخر بيستسلم وبيوافق. بعد شوية الكل بيجهز وبيمشي من الغابة، وهاروكا بيفكرهم انهم ما يعرفوش المخاطر اللي مستنياهم، فلازم يفضلوا حذرين. في نفس الوقت في حتة تانية من الغابة واحد من ولاد فصلهم بيجري وهو مرعوب عشان ينقذ حياته. بيبص وراه بيغلط وبيقع على حجر وبيلاقي نفسه محاصر، ومن غير اي فرصة للهرب بيتخنق ويموت في لحظة. بعدها بنشوف هاروكا ماشي مع البنات في الغابة وبيفكر انه لازم يحميهم من العيال المشاغبين، بس الاول لازم يطلعهم بره الغابة. فجأة بيقابلوا وحش من الاورك، البنات بيستخبوا وهاروكا بيتقدم وبيقول بفخر انه هيعلمهم ازاي القتال. بيهجم على الاورك والوحش بيضرب، لكن الغريب انه ما بيلاقيش هاروكا لانه كان مستخبي ورا شجرة وبيضحك على غباء الاورك. بيفتكر كلام المتفوقين ان الاورك بيستحمل الضرب الجسدي بس السحر بيقضي عليه. بيبص على قدراته وبيلاقي حاجة اسمها سحر ومعظمها جاله من مهارة التخزين ما عدا النار. بيقول في نفسه ان حتى اوسخ المهارات ممكن تنفع. في اللحظة دي الاورك بيلاقيه وبيهجم تاني، وهاروكا بيتفادى بسهولة وبيخبطه على دماغه وبيقول له يهدى، بس بدل ما يهدى بيقع ميت. هاروكا بيقف مندهش لان الضرب الجسدي ما كانش المفروض يقتله. البنات بيبصوا له بغيظ لانه كده معلمهمش حاجه. بيقابلوا اورك تاني، والمره دي هاروكا بيستخدم حراره وبيقضي عليه بضربه واحده. بيتصدم تاني والبنات بيتعصبوا اكتر وبيقولوا له كده عمرهم ما هيتعلموا حاجه، وهو بيخلص على الوحوش بضربه واحده. بالليل البنات بيقعدوا يتعشوا وهاروكا بيحط فخاخ حوالين المعسكر عشان اي وحش يقرب، ومقتنع ان خيمته هتبعد الوحوش وتنبهه لو في خطر. ومع الفخاخ بيحس ان ده كفايه لحمايتهم. بيبص على الخريطه اللي جابها من مهاره التقييم وبيلاحظ ان النهر بيلف قدام، وبيبدا يفكر في الطريق اللي هيمشوا فيه. فجاه احساسه بيقوله ان في حاجه قريبه، بيفتكرها وحوش. بيروح يشوف وبيلاقي بشر. في الاول بيفتكرهم المشاغبين بس بيطلعوا عيال الجيم، فبيرتاح وبيفرح انهم هم. ومن بعيد مندوبه الفصل بتشوفهم بيتكلموا مع هاروكا. هاروكا بيسالهم بيعملوا ايه هنا، وبيهزر لو جايين عشان البنات. بينفوا وبيقولوا انهم مش جايين عشان البنات، هم جايين عشانه هو. هاروكا بيهزر وبيقول يمكن بقوا بيحبوا الولاد، فبيتعصبوا وبيأكدوا له انه لا. ولما بيسألهم ليه مستخبيين من البنات بيعترفوا انهم ما بقوش واثقين في اي حد دلوقتي. هم فكروا هاروكا بمهارة كانوا اتكلموا عنها قبل كده، مهارة اخطر بكتير من التحكم او السحر. وساعتها هاروكا فهم على طول انهم يقصدوا مهارة الخطف. الشباب الرياضيين قالوا له ان الشقاوة عملوا دوشة كبيرة على مهارتي التحكم والسحر.
بس عمرهم ما جابوا سيرة الخطف، وده معناه انهم ما عندهمش المهارة دي، بس ممكن تكون مع حد تاني. هاروكا حس ان دي فرصة حلوة، فقرر يرخم عليهم شوية وادعى انه معاه مهارة الخطف. بس الغريب انهم ما تأثروش خالص وقالوا له انهم هيبقوا تمام حتى لو كان معاه فعلا. وبعدين سألوه بصراحة هو معاه المهارة دي ولا لا، فهاروكا اعترف انه ما عندوش الخطف، بس قال لهم انه اتعلم مهارة الاخضاع. اول ما سمعوا كده اتخضوا وقالوا ان دي اسوأ، بس رجعوا طمنوا نفسهم وقالوا اكيد ما فيش مشكلة بما ان هاروكا واحد منعزل وهيفضل لوحده على طول. هاروكا رد بكل برود وقال لهم ان ما فيش اي حاجة غلط في ان الواحد يكون لوحده. بعدها قالوا ان سبب مجيئهم الوحيد هو انهم يحذروه من مهارة الخطف، وطلبوا منه ياخد باله من نفسه. وقالوا كمان انهم هيبقوا مراقبين المشاغبين من دلوقتي، وطلبوه يعتذر لمندوبة الفصل والبنات نيابة عنهم. هاروكا وافق ومشوا من غير ما يعرفوا ان مندوبة الفصل كانت سامعة الكلام كله. تاني يوم هاروكا قال للبنات انهم راجعين الغابة تاني، وطلب منهم يجهزوا نفسهم. كلهم هزوا راسهم بحماس وشكلهم جاهزين للقتال، وهاروكا استغرب قوي وحس انهم متحمسين زيادة عن اللزوم، وسأل نفسه يمكن يكونوا فطروا على حاجة غريبة. وهو بيبعد شوية عن المجموعة مندوبة الفصل ناديته على جنب وقالت له انها عايزة تكلمه على انفراد. لما بقوا لوحدهم حاولت تفتح موضوع اللي الشباب قالوه له، وهنا هاروكا افتكر انهم طلبوا منه يعتذر فاعتذر فورا. بس ده ما كانش الموضوع اللي هي عايزة تتكلم فيه، كانت متوترة ومش قادرة تقول اللي جواها. من تصرفاتها هاروكا فهم كل حاجة على طول وعرف انها هي اللي معاها مهارة الخطف. مندوبة الفصل اتصدمت وسألته عرف ازاي، مع ان الموضوع ده كان سر بينها وبين المتفوقين بس. هاروكا ابتسم ابتسامة جانبية وقال لها ان الموضوع ما احتاجش اكتر من نظرة واحدة، واستغرب ان الشباب كانوا اغبياء لدرجة انهم ما خدوش بالهم. هي سألت باستغراب هو ليه ساعدها مع انه عارف، وسألته كمان مش خايف منها بعد اللي مهارة الخطف بتعمله. هاروكا رد بكل هدوء قال لها انه مش عنده اي سبب يخاف. ساعتها هي شرحت له ان مهارة الخطف بتسرق قدرات الشخص التاني عن طريق قتله، وان ده شيء يخوف اي حد. بس هاروكا هز كتافه وقال تاني انه مش خايف، وانه متأكد ان المتفوقين كانوا حاسين نفس الاحساس. هم قفلوا مهارتي التحكم والسحر بس سابوها هي، وده كان كفاية يفهموا كل حاجة. هي ما فهمتش قصده في الأول، فشرح لها إن المتفوقين كانوا مرتاحين إن اللي معاها مهارة الخطف هي بالذات، وقال لها إن هو كمان حاسس بنفس الشعور. أول ما سمعت الكلام ده انفجرت في العياط من كتر الارتياح والفرحة. هاروكا وهو بيهزر قال لها انها بقت تعيط كتير اليومين دول، فردت عليه بعصبيه وقالت له ان ده كله بسببه، وهو ضحك وجري يعمل نفسه بيهرب كانه خايف تتحمله مسؤوليه دموعها. بعد كده شفنا الطلبه واخدين بريك بعد ما مشوا شويه، وهاروكا جاب لهم عصير، وطبعا ما نسيش يهزر ويقول لهم انه هيحاسبهم عليه. مندوبه الفصل اتضايقت وقالت له يبطل يحاول يكسب فلوس من صحابه، وهو ضحك وعدى الموضوع وكملوا رحلتهم. هاروكا لاحظ انهم متقدمين عن الخطه، بس واضح انهم هيباتوا تاني في البر. شاف نهر قدامهم وحس انها فرصه مناسبه يجرب حاجه، فطلب من مندوبه الفصل والبنات يتولوا الامور هنا وهو يطلع يستكشف. هي عرضت تيجي معاه بس قال لها تفضل مكانها وتراقب الوضع، وانطلق لوحده. بعد ما بعد مسافة استخدم مهارة التغليف السحري وغطى نفسه بطاقة سحرية، وكمان استخدم سحر الوزن وخفف وزنه. بخفة وزنه الجديدة بقى ينط من شجرة لشجرة زي النينجا، وهو معجب قد ايه المهارات دي مفيدة، بس من كتر حماسه نط نطة عالية زيادة عن اللزوم، وفضل يتفرج على المنظر. وقبل ما يلحق يعمل اي حاجة وقع على وشه في الارض، ونجا بالعافية بفضل التغليف السحري. بالليل رجع المعسكر وهو متكسر ومجروح. مندوبة الفصل شكت فيه على طول وسألته ازاي الاستكشاف يخليه شكله كأنه خسر خناقة. اعترف بخجل انه اتحمس زيادة ونط عالي قوي وقع على وشه. هي اتعصبت من تهوره وزعقت له، حاول يهديها واداها شوية توت بس ما رضيتش وسابته ومشيت. تاني يوم اتحركوا بسرعة كبيرة بفضل استكشاف هاروكا رغم اللي حصل. قابلوا مواقف ممتعة ومخيفة في الطريق بس عدوا منها بسهولة، وبعد مشي طويل خرجوا أخيرا من الغابة. البنات فرحوا قوي لما شافوا الأراضي المفتوحة قدامهم وافتكروا إن المدينة قربت، بس هاروكا بقى أكثر حذر عشان المكان المفتوح خطر. لاحظ تلال قدامهم حاجب الرؤية، فبص على حالته واكتشف إن عنده مهارة جديدة اسمها المشي في الهواء. من غير تردد استخدمها وبدأ يمشي في الهواء حرفيا. مندوبة الفصل اتصدمت وفضلت تصرخ عليه من تحت، بس هو كان مندمج في التجربة لدرجة انه ما سمعهاش. بعد شوية اخد باله منها فسألته هو متأكد انه تمام وهو عالي كده. رد عليها بكل بساطة ان مفيش مشكلة وانه بس بيتأكد ان المنطقة امنة. وهو بيتفقد شاف ناس بتتعرض لهجوم من وحوش، بلغ مندوبة الفصل فورا وهي اصرت انهم لازم يساعدوهم. بس هاروكا قال لها ان مجرد انهم بيتهاجموا من وحوش مش معناه انهم ناس كويسة، وان البنات دايما طيبين زيادة عن اللزوم. هي كانت عايزة تبعت أسرع واحدة تساعدهم، بس هاروكا قال لها مفيش فايدة مش هيلحقوا، واقترح إن ممكن يكونوا قطاع طرق.
وان الاحسن يسيبوا اللي بيحصل يكمل. بس مندوبة الفصل رفضت الكلام ده وقالت بحزم لو طلعوا اشرار هي هتتعامل معاهم، ولو ابرياء عايزه تنقذهم. هاروكا لف بعينه من جواه وكان عارف انها هتقول كده، فوافق يروح ينقذهم بنفسه. لما ادرك انه مش هيقدر يجري ويلحق في الوقت المناسب فكر يعمل ايه. التغليف السحري وسحر الوزن لوحدهم مش كفايه، فقرر يجرب حاجه جديده. استخدم التغليف السحري يقوي جسمه وسحر الوزن يخفف نفسه، واضاف عليهم سحر الرياح عشان يطير في السماء. بس الرياح شدت مندوبة الفصل معاه، وهو طاير استخدم مهارة المشي في الهواء عشان يندفع لقدام، وكان معجب انه بالمهارات دي يقدر يروح اي حتة. فجأة خد باله ان مندوبة الفصل ماسكة فيه، فسألها بتعمل ايه معاه. قالت له ان الرياح شدتها وطلبت منه يوقف لانهم وصلوا. ساعتها قال لها بكل برود انه لسه معرفش يوقف ازاي. خبطوا في الوحوش مباشرة وهزموهم بالصدفة. هاروكا قام وسأل الناس لو هم بخير. واحد منهم وهو مصدوم قال له ان المفروض هم اللي يسألوه هو كويس ولا لا. شكروه على انقاذهم رغم انهم مش فاهمين ازاي نجوا من الانقاذ الغريب ده. قائد المجموعة عرف نفسه وبعدها صاحبه قال اسمه. هاروكا ارتاح لما عرف ان مفيش مشكلة لغة. سألهم ليه كانوا بيتهاجموا، فشرحوا ان التجار بقوا بيتهاجموا في المنطقة، وان نقابة المغامرين نزلت مهمة للقضاء على الوحوش. كانوا فاكرين الموضوع سهل وفلوسه مضمونة فقبلوا المهمة، بس سرعان ما اكتشفوا انها اكبر بكتير من مستواهم. هاروكا في الوقت ده لمح ذئب ضخم قريب منهم وعرف انه مخلوق اسمه الذئب الاخضر العملاق. اوفير ساعتها قال لفريقه يجمعوا اللي فاضل من حاجاتهم، بس كان باين عليهم الاحباط الشديد بسبب فشلهم في المهمة. وبما ان مفيش حاجة تتعمل لحد ما البنات يوصلوا، هاروكا قرر يطبخ لهم شوية مشروم. وهم بياكلوا فجأة اكتشفوا ان اللي بياكلوه ده فطر زيادة الطاقة، وده نادر وغالي جدا. اتصدموا ان هاروكا بيشاركهم حاجة بالثمن ده، وهو نفسه استغرب لما عرف ان المشروم ده نادر اصلا، واتعلم ان فطر زيادة الطاقة مش بس بيرجع القوة، ده كمان بيساعد في علاج الجروح. بعد شوية مندوبة الفصل فائت وبعدها البنات وصلوا. اول ما شافوا مغامر حقيقي وفارس اتجننوا ولف حواليهم كأنهم عارضين ازياء. المغامرين بعد ما فاقوا ووقفوا على رجليهم اخدوا الكل ودوهم في اتجاه المدينة، وبعد وقت مدينة اومو ظهرت قدامهم. البنات جريوا ناحيتها من كتر الفرح ودخلوا المدينة كلهم مع بعض. المشهد بعد كده راح للمشاغبين اللي كانوا مشغولين يطوروا قدراتهم. بعد ما حسوا انهم بقوا اقوى قرروا ان الوقت جه يروحوا للبنات، بس تانكا اقترح انهم يهاجموا المتفوقين الاول عشان يجبروهم يفتحوا مهارتي التحكم والسحر. الفكرة عجبتهم جدا ووافقوا فورا من غير ما يعرفوا ان الشباب الرياضيين كانوا سامعين الخطة كلها. بنرجع تاني لمدينة اومو. البنات كانوا شبه بيطيروا في الشوارع من كتر الحماس بكل مظاهر الحضارة حواليهم، وكل حاجة كانت مبهراهم. بس مندوبة الفصل فاقت لهم وقالت لهم انهم مفلسين تماما ولسه عندهم جبل شغل لازم يتعمل. جريت تجمع البنات المتحمسين، وهاروكا واقف يتفرج وهو مبتسم وبيفكر ان دلوقتي بعد ما وصلهم بامان للمدينة خلاص مش محتاجينه، وده معناه انه يقدر يرجع لحياته الهادية اللي ما فيهاش صداع. في نفس الوقت مندوبة الفصل كانت بتعاني عشان تسيطر على البنات، وفي الاخر من اليأس طلبت من هاروكا يساعدها. بس هو كان قاعد مسترخي في الظل حاسس ان دوره خلص، او ده اللي كان فاكره. هي فهمت انه مرتاح دلوقتي بس لسه في شغل كتير، فنفخت الصفارة وجمعت البنات ونظمتهم وبدأت تشرح الخطة. اول حاجة يروحوا نقابة المغامرين ويبيعوا الغنايم، بعد كده يسجلوا في النقابة ويأجروا مكان يباتوا فيه، وكمان يسألوا لو حد شاف المتفوقين مؤخرا. الخطة كانت محكمة، بس البنات المشهورين اتضايقوا وحسوا انها بتتعامل مع المتفوقين كأنهم حاجة جانبية. هي اعتذرت بسرعة، بس هاروكا ما قدرش يمنع نفسه من التريقة عليهم عشان اهتمامهم الزايد بالمتفوقين. بعد شوية راحوا نقابة المغامرين، وكانت مرعبة اكتر ما هاروكا متخيل. اول ما دخلوا حس بنظرات عدائية وبطنه كانت بتقوله يطلع يجري. قبل ما يفكر اوفير قال له ان رئيس النقابة عايز يشوفه. هاروكا حس ان ده مش خير، فقال لمندوبة الفصل تسجل البنات وهو يطلع فوق. فوق كان الجو أسوأ وكل الناس شكلهم مخيف. في آخر القاعة جاتك استناه ووداه المكتب رئيس النقابة. هاروكا دخل متوقع الأسوأ، لكنه اتفاجئ ان رئيس النقابة بس كان عايزه يشكره على انقاذ اوفير وفريقه. كل القلق ده طلع على الفاضي. بعد كده نزل وشاف مكان بيع الأحجار السحرية وسأل الموظفة فأكدت له. طلع كيسه وكب كومة أحجار، وقبل ما يطلع الباقي الموظفة قالت له يقف لأن اللي رماه ده شغل يومين كاملين. طلبت منه يرجع بكرة. هاروكا وافق، خصوصا ان البنات خلصوا تسجيل وجه دوره. دخل غرفة التسجيل بثقة، بس ابتسامته اختفت لما الموظف قال له خبر وحش، هو ضعيف وما ينفعش يبقى مغامر.
لازم يكون على الأقل في المستوى العاشر، ولو لوحده يبقى ال20، وهو بس في التاسع، ومع مهارة العزلة بتاعته مش هيعرف يعمل فريق، يعني هيقعد من غير شغل شوية. بالليل مندوبة الفصل ودتهم السكن، وهاروكا اتخض لما شافه لأنه شبه فندق مشبوه، بس ارتاح لما عرف إنه مش كده. الصبح اتقابلوا في مطعم، ومندوبة الفصل قالت لهم إن المدينة آمنة ويقدروا يتفسحوا براحتهم. البنات فرحوا وبدأوا يخططوا للتسوق، وهاروكا قرر إنه بعد ما يقبض فلوسه يرجع الغاب. راح للنقابة يشوف تقييم الأحجار، لكن الموظفين اعتذروا لأنهم ما عندهمش فلوس كفاية يدفعوا مرة واحدة. رئيس النقابة بنفسه اعتذر وطلب يدفع على دفعات. هاروكا وافق ببساطة، وادوله اللي اتقيم لحد دلوقتي، وكان ثمنه 800 مليون، وقيمة العملة شبه الأرض. يعني هاروكا بقى غني جدا. السبب انه جاب أحجار أكتر من أي حد قبل كده، وكمان قاتل ذئاب خضراء. بفلوسه قرر يتسوق شوية، وجاتك قال له انه يعرف مكان مناسب. هاروكا افتكر انه مكان مش محترم، بس طلع محل اسلحة قديم بيبيع معدات نادرة من الدهاليز. رغم شكله المتهالك الجودة كانت عالية جدا. هاروكا وثق فيه وقعد اليوم كله يشتري، وقبل ما يخلص شاف عقد شد انتباهه. العقد شكله عادي جدا، بس لما استخدم مهارة التقييم ما ظهرلوش غير وصف غريب قوي مكتوب فيه فيتز 7، نفس الرسالة الغامضة اللي شافها قبل كده لما قيم طقم الكروي بتاعه. فاستغرب وسأل صاحب المحل هو معنى فيتز 7 ايه؟ صاحب المحل شرح له ان العقد ده بيسمح للي لابسه يدمج تأثيرات لحد 7 ادوات مختلفة ويستخدمهم كلهم في نفس الوقت. عيون هاروكا لمعت فورا، لان الموضوع ده مفيد بشكل مش طبيعي، ولو التأثير ده ينطبق كمان على طقم الكروي يبقى يقدر يراكم تأثيرات اكتر بكتير على معداته. كان لسه هيبدأ يختار احسن التركيبات، بس فجأة مندوبة الفصل دخلت المحل وهي بتزعله عشان اتأخر قوي. هاروكا ساعتها خد باله انه قاعد من ساعات، واعترف ان لسه في حاجات كتير عايز يجربها، وهو ماسك واحدة من الادوات. فجأة حصل تفاعل غريب، وقبل ما يفهم ايه اللي بيحصل كل الادوات اللي قدامه اندمجت في قطعة واحدة. صاحب المحل طبعا اتعصب جدا، وفكرة انه لسه ما دفعش ولا حاجة، وان كل المعدات دي كلفته اكتر من 10 مليون. هاروكا اتشل من الرعب لانه ما عندوش المبلغ ده. فساعتها جاتك تدخل وطلب من صاحب المحل يقبل ال 800 مليون اللي مع هاروكا كحل وسط. تاني يوم هاروكا كان مكتئب وزعلان لانه صرف كل فلوسه وبقى مفلس خالص. كان نفسه يطلع يجمع بلورات تاني، بس المشكلة ان ممنوع اي حد يطلع يصطاد وحوش بره المدينة غير لو مسجل كمغامر. وطبعا هو حاول قبل كده يهرب مع شوية من البنات، بس مندوبة الفصل مسكته واديت له محاضرة تانية. دلوقتي بقى شايف ان عنده خطة مثالية للهروب من غير ما حد يحس. عباءة الكروي بتاعته اندمجت مع عباءة الاختفاء، فشاف انها فرصته الذهبية انه يهرب من المدينة من غير ما حد يلاحظ. عدى من جنب مندوبة الفصل والبنات وهو حاسس بذنب شوية عشان ما ودعهمش، بس كان متأكد انها لو عرفت كانت هتمنعه. قدر يطلع من السكن بنجاح، بس اول ما خرج عمل الغلطة الكلاسيكية وشال عباءة الاختفاء وهو فاكر نفسه امان. حاول ينط من على السور، بس شوية بنات من الفريق الرياضي كانوا واقفين شافوه. هاروكا اتلخبط وخسر توازنه، وبسوء حظه خبط في السور ووقع على الارض وهو بيئن من الالم، وابتدى يزعل البنات عشان فزعوه. هم بصوا له باستغراب وقالوا انهم بس كانوا بيسالوه رايح فين وليه بينط من السور. وهو بيتاملهم عرف انهم من الفريق الرياضي، ولاحظ ان واحده منهم مش موجوده. استخدم مهاره الادراك واتصدم لما شافها ناويه تقلع هدومها في نص الشارع. من غير تفكير جري هو والبنات ووقفوها قبل ما تكمل، بس ساعتها كانت كل خطة هروبه اتدمرت. تاني يوم البنات كانوا بيجهزوا نفسهم يطلعوا مهمة من النقابة. هاروكا لسه مصر يروح معاهم وسألهم يسمحوا له، بس مندوبة الفصل رفضت فورا عشان ما بقتش تثق فيه بعد حركة الهروب اللي عملها. طمنته انهم راجعين بسرعة، وهو هز راسه وقال انه هيستنى. اول ما مشيوا ابتسامته رجعت لانه اصلا ما كانش ناوي يقعد. اتعلم من غلطة امبارح، فالمرة دي فضل لابس العباءة لحد ما خرج بره بوابة المدينة تماما، وساعتها بس شالها كده بقى رسميا بره المدينة ومفيش حاجة بينه وبين بيته الهادي في الغابة. وهو بيجري شاف مباني مدمرة بعيد، وده عادة معناه مغامرة جانبية، بس هو ما اهتمش خالص لانه عايز يرجع بيته وبس. شاف كمان مجموعة عفاريت وكانت فرصة سهلة يطلع خبرة، بس تجاهلهم برضه. فجأة لقى عربة بتتهاجم من قطاع الطرق والناس جواها بيصرخوا. حاول يتجاهل الموضوع وقال مش مشكلته، بس اول ما حاول يمشي قطاع الطرق استهدفوه. اتضايق وحاول يكلمهم بالعقل وقال انه مش عايز يدخل في حوار، بس هم هجموا عليه فاضطر يتصرف بضربة نار واحدة شواهم. العصاية اللي في ايده كانت من الادوات الغريبة اللي اندمجت وطلعت اقوى بكتير من ما كان متخيل. ولما حاولوا يقوموا حذرهم يبعدوا عنه لو عايزين يعيشوا. هم افتكروا ان قوته كلها في السحر واندفعوا عليه في قتال قريب، ودي كانت غلطة قاتلة لان اسقاطهم واحد ورا التاني بسهولة تامة. قطاع الطرق اتصدموا ان طفل واحد عامل فيهم كده، وسألوه هو بيشتغل ايه. السؤال وجعه لانه لسه من غير شغل.
حاولوا يشوفوا حالته، ولما شافوا انه في المستوى التاسع افتكروا نفسهم اقوى وقرروا يستخدموا مهارات السلاح. المهارات دي بتتفتح بعد المستوى ال20، وهاروكا ما عندوش اي منها، هو كان عارف انها خطيرة. قلق شوية بس لما ابتدوا يستخدموها لقاهم بيصرخوا باسم الضرب قبل ما ينفذوها، فبقى يتفاداها بسهولة لحد ما وقعوا من التعب. وهو فاكر ان الموضوع خلص لاحظ بنت جاية من وراه، فأن من جواه لأنه حاسس إن دي مغامرة جانبية إجبارية. البنت عرفت نفسها وقالت اسمها ماريل من عيلة نبيلة وعايزة تشكره، بس اترددت عشان فاكرة إنه حاول يتجاهلها. رغم ده قالت إنها ممتنة إنه ساعدها في الآخر وطلبت منه طلب. أبوها حاكم مدينة قريبة وهي خايفة على نفسها وعايزاه يوصلها. في الأول رفض، بس لما سمعت كلمة مكافأة ووافق على مضض. وهم في الطريق بدأت تتكلم وتسأله جاي منين، فابتدى يشتكي من المدينة اللي سابها وقال قد إيه النقابة ما كانش معاه فلوس تدفعله، ورفضوا يسجلوه ومنعوه يطلع من غير تصريح. وهي بتسمع عينيها وسعت لأنها فهمت إنه بيتكلم عن مدينة أمه، مدينة أبوها. انفجرت في العياط لأنها اتجرحت من رأيه في بيتها. هاروكا ندم لما عرف إنها بنت حاكم أمه، يعني هو راجع لنفس المكان اللي كان فرحان إنه سابه. ساعتها ندم شديد إنه وافق على المهمة دي. وفي نفس الوقت في الغابة التوتر كان عالي جدا، والشباب الرياضيين وقفوا قدام المشاغبين عشان يمنعوهم يقربوا من البنات، بينما زعيم المشاغبين ما كانش عنده مانع يقتلهم. واول ما رفع سيفه اتطعن فجأة من وراه، والكل وقف مصدوم من اللي حصل. بس المشاغبين اللي فاضلين حاولوا ينتقموا لصاحبهم اللي وقع، واول واحد قرب منهم الطعن هو كمان بسرعه وقع. في ساعتها الاتنين اللي فاضلين قرروا يهجموا مع بعض على امل يوازنوا الكفه، بس المهاجم المجهول كان اسرع منهم وخلص عليهم بنفس السهوله. الشباب الرياضيين ادركوا في اللحظه دي انهم اضعف بكتير من اللي قدامهم، فحاولوا يجروا، بس هو كان اسرع وظهر قدامهم فجاه وبيمشي ناحيتهم ببطء مرعب. في الوقت ده هاروكا كان اتسحب ورجع المدينة غصب عنه مع ماريل، وهو طبعا مش مبسوط خالص. هو ما كانش عايز يجي، بس لما شافها بتعيط وافق عشان يخلص من الصداع. لما وصلوا بيت الحاكم ماريل سابته شوية لوحده وهو بص حواليه. المكان فخم بس ما يخصوش في حاجة، فقرر يمشي فورا. قبل ما يخرج رجعت ماريل وزعلت لما لقيته بيحاول يخلع بعد ما طلبت منه يستنى لحد ما تغير هدومها، واصرت عليه يستنى شويه كمان لانها محضره له حاجه خاصه تشكره بيها. هاروكا ما كانش حابب الموضوع، بس قدام اصرارها وافق. في الاول كان رافض تماما، لكن لما شاف العزومه الكبيره اللي عاملاها له موقفه اتغير 180 درجه. ده كله كان تعبير عن شكرها ليه، بس بعد شويه اتضايق التاني لانه كان متجاهلها تماما ومركز بس في الاكل. وهو بياكل بشراهه قالت لواحده من الخادمات تجيب باقي مكافآته. جابوا له كيس فلوس وهو هز راسه شكرا بس من غير اي حماس. كمان ماريل لاحظت انه مش مسجل في المدينه، فعملت له بطاقه خاصه تخليه يدخل ويطلع براحته من غير قيود. كانت هديه لطيفه، بس هاروكا كان غرقان في الحلو ومش مركز خالص. تاني يوم مندوبة الفصل والبنات مسكوه أسئلة عن اللي حصل امبارح. قال لهم إنه الطلب لكسر الحاكم، وهي حست إنه مش بيكذب، بس استغربت ليه الحاكم يهتم بيه أصلا. هاروكا فضل كلامه عام ومفتوح لأنه مش عايز يقول إن كل ده حصل بسبب محاولة هروب فاشلة. في الآخر البنات سابوا الموضوع وقرروا يطلعوا مهمة. قبل ما يمشوا مندوبة الفصل شددت عليه إنه ممنوع يطلع بره المدينة. الغريب إنه وافق بسهولة، بس ده لأنه عارف إنه هيطلع من غير مشاكل بعد ما يمشوا. ببطاقته الجديدة بقى حر يخرج وقت ما يحب. قبل ما يمشي خلص شوية حاجات، اشترى معدات جديدة، أكل حلو، وكتب رسالة لمندوبة الفصل علشان ما تنفجرش لما تكتشف إنه مشي. قال لها في الرسالة إنه راجع الغابة يطمن على الشباب الرياضيين، وده كان عذر، بس في الحقيقة كان قلقان عليهم فعلا. ورا البطاقة وعدى وطلع من المدينة، والمرة دي كان مصمم ما يتسحبش لأي حوارات جانبية. بعد وقت قصير رجع الغابة وارتاح لما لقى كل حاجة زي ما سابها. من كتر ما كان مستعجل يرجع بيته رخى شوية، وفي اللحظة دي حاول غول يهجم عليه من ورا ويضربه على دماغه، بس إحصائيات هاروكا كانت عالية قوي، فالضربة ما عملتش حاجة، ورد عليه بضربة واحدة بالعصاية ووقعه. استغرب لأن الغيلان مش المفروض تكون في المنطقة دي، والأغرب إنه لقى أثار دم بشري لسه طازة. وبما إنه عارف إن المتفوقين أقوى من إنهم يتغلبوا هنا، استنتج إن الدم غالبا للشباب الرياضيين. مشي ورا أثر الدم لحد ما لقاهم مرميين تحت شجرة متبهدلين ومتغرقين دم. في الأول افتكرهم ماتوا، بس لما قرب لاحظ إنهم لسه بيتنفسوا. من غير تردد طلع كل جرعات العلاج اللي معاه وسكبها عليهم لحد ما فاقوا. ابتدوا يحكوا له اللي حصل، وهو كان فاكر إن المشاغبين هجموا عليهم، بس اتصدم لما عرف إن المشاغبين كلهم ماتوا. سأل بسرعة لو المتفوقين اتهاجموا، بس هم قالوا له لأ، لأنهم سابوا الغابة من زمان. شافوا في عينه إنه ناوي يطارد اللي عمل كده، فحذروه. تانكا بقى مرعب دلوقتي، هم ما استحملوش قدامه غير ثواني، والأسوأ إنه خد كل أسلحتهم القوية وبقى أخطر بكتير.
هم شاكين انه كان مخطط للموضوع ده من ساعة ما اتنقلوا للعالم ده، ومش واثقين ان حد يقدر يوقفه، بس متأكدين من حاجة واحدة، هدفه الجاي. من بين الطلبة اللي فاضلين هم متأكدين انه هيروح لمندوبة الفصل عشان معاها مهارة الخطف. هاروكا فاهم ان ده احتمال كبير، بس الغريب ان سر المهارة دي ما كانش يعرفه غير مندوبة الفصل والمتفوقين وهو نفسه. فازاي تانكا عرف؟ الشباب قالوا له ان تانكا كان بيسألهم بإلحاح عن مكانها، ولما ما عرفوش يقولوا له ضربهم لحد ما قربوا يموتوا. هم رفضوا يودوه ليها، فسحبوا نفسهم بالعافية لحد منطقة هاروكا على امل انه يلاقيهم قبل ما ينزفوا. دلوقتي ومع قوة هاروكا هم شايفين انهم يقدروا يكسبوا لو اتعاونوا، بس هاروكا ما كانش متأكد انه عايز يدخل معركة بالشكل ده. هو اصلا جه هنا عشان يبعد عن اي حوارات جانبية، لكن لو مندوبة الفصل في خطر ما عندوش اختيار. وبرضه وضح لهم حاجة، المعركة دي هو هياخدها لوحده. حاولوا يقنعوه ان الموضوع خطير وان التانك قوي جدا، بس لما شافوا العزم في عينه عرفوا ان مفيش كلام هيغير رايه، ووافقوا على مضض. وهو طلب منهم يرجعوا المدينه ويلحقوا البنات، وكمان يعتذروا لمندوبه الفصل عن اللي حصل قبل كده. وهو واقف بيتفرج عليهم وهم ماشيين، فكر ان وجودهم معاه ممكن يساعد، بس المخاطره كبيره. لو التانك غلبهم محدش هيبقى يحمي البنات، فالامن انه يواجهه لوحده وهو مستعد تماما. في نفس الوقت في المدينه مندوبه الفصل كانت قلقانه جدا لما عرفت ان هاروكا ساب المكان، والبنات حاولوا يطمنوها وقالوا لها انه اكيد هيرجع. بنرجع للغابة. هاروكا كان بيفكر في خطته ضد تانك، خصوصا بعد تحذير الشباب من قوة مهارات سلاحه. حتى قطاع الطرق العاديين كانوا مرعبين، بس هاروكا لاحظ حاجة مهمة، اول ما حركة مهارة السلاح تبدأ ما ينفعش تتوقف. لو تانك استخدم واحدة، هاروكا ناوي يستغل اللحظة القصيرة دي، بس عشان ينجح محتاج مهارة جديدة، وده معناه انه لازم يرفع مستواه. في اللحظة دي لاحظ مجموعة عفاريت اتجمعت بسبب دم الشباب، مستواهم عالي فهزمهم عشان الخبرة، بس لسه ما كفتش. اتضايق وقال لنفسه انه محتاج خصم اقوى، وكأن كلامه استدعى الوحش. ظهر ملك العفاريت قدامه، وهاروكا شد نفسه واستعد. ملك العفاريت كان وحش حقيقي، هجماته سريعة جدا وضربة واحدة ممكن تقتله. كان لازم يراوغ في آخر لحظة ومفيش فرصة للهجوم من غير ما يخاطر. اضطر يغير طريقته، فدمج مهارة الانتقال مع باقي مهاراته وعمل مهارة جديدة قوية، وبالمهارة دي اندفع بسرعة رهيبة وعدى من جنب ملك العفاريت وخلص عليه في لحظة واحدة. هو كان فرحان جدا ان تركيبة المهارات بتاعته نجحت بالشكل المثالي ده، ولسه بيحتفل بالنصر. فجأة حس بوجود مرعب وراه، من غير ما يفكر شد جسمه كله واستعد، لانه كان متأكد ان معركة جديدة بدأت. الوحش اللي قدامه كان امبراطور الجوبلين مستوى 50، بينما هو لسه مستوى 9. فهاروكا فهم على طول ان مفيش اي فرصة يكسبه في مواجهة مباشرة. الحل الوحيد قدامه انه يجرب المهارة المركبة تاني. فعلها واندفع بكل قوته ناحية امبراطور الجوبلين، واول ما دخل في المدى المناسب ضربه، بس الصدمة ان الهجمة ما اثرتش فيه خالص كأنها ولا حاجة. الامبراطور قام وكأنه ما حصلش اي شيء، وبدأ يهاجمه بسيل ضربات بسرعة تخوف. سرعة مش طبيعية خالص، وواضح جدا انه بيستخدم مهارات الاسلحة لان القوة مش منطقية. هاروكا فضل مركز قوي، يعني ما بتسيبش حركة واحدة، مستني لحظة صغيرة في حركات الهجوم عشان يرد، وبالفعل لمحها وضربه في صدره ضربة قوية خلت الامبراطور يطير لورا في لحظة امل. لكن سرعان ما اختفت لما شاف الجوبلين بيشفي نفسه. ساعتها هنا هاروكا ادرك ان الضربات العادية مش هتنفع، ولازم يطلع بمهارة مركبة جديدة. بس قبل ما دماغه حتى يلحق يفكر، الامبراطور رد بهجمة سلاح عنيف، سلاشات قوية نزلت عليه. هاروكا بالعافية قدر يصدها، بس الضربة سابته متكسر. رغم كده كان عارف ان مفيش رجوع لو مش عايز يبقى قوي كفاية ويحمي صحابه. قام بالعافية لما اخر قوته واندفع في محاولة اخيرة يائسة يحسم بيها المعركة. ومع طلوع الفجر كان هاروكا هو الوحيد اللي واقف باصراره وصموده. قدر يطلع مستويين، وبعد ما وصل لمستوى 11 رجع بيته وفتح نافذة حالته. زي ما كان متوقع، المستويات الجديدة فتحت له مهارات جديدة، بس لسه مش متأكد هل هتكفي قدام تاناكا ولا لا. بس على الأقل بالمهارة اللي اخترعها بنفسه يقدر يضرب في جزء من الثانية ويستغل أي حركة مهارة سلاح. دلوقتي كل اللي يقدر يعمله إنه يأمل إن الحظ يبقى في صفه. في نفس الليلة تاناكا ظهر قدام بيت هاروكا، وهاروكا كان مستنيه. افتكر ازاي تاناكا كان بيمثل دور الضحية لما البلطجية تنمروا عليه اول ما وصلوا العالم ده، بس دلوقتي بقى واضح ان كل ده كان تمثيل وانتقام. وفي الوقت اللي الاتنين واقفين قدام بعض، البنات كانوا راجعين للمدينة بعد يوم طويل من المغامرات، وفي الطريق شافوا شابين واقعين جنب السور. اول ما قربوا عرفوا انهم الرياضيين، وارتاحوا شوية لما شافوهم عايشين، بس سرعان ما اخدوا بالهم ان حالتهم صعبة. مندوبة الفصل افتكرت الورقة اللي هاروكا سابها وقال فيها انه رايح يطمن عليهم، فسألتهم هو فين دلوقتي. قالوا لها ان هاروكا حاليا بيحارب في الغابة عشان يحميهم كلهم. بنرجع للغابة، وتاناكا كان متضايق ان هاروكا هو الوحيد اللي قدامه، لانه كان نفسه يقابل مندوبة الفصل، واعترف ان هو اللي حرك البلطجية عشان يفرق الفصل. هاروكا فاهم ان تاناكا كان مدبر كل حاجة من الاول، وانه دلوقتي مستعد يقتل اي حد يقف في طريقه.
تاناكا بصله باستهانة ولف عايز يمشي، ناوي يروح لمندوبة الفصل ويسرق مهارة السيطرة بتاعتها، بس هاروكا حتى لو مش مهتم بكل زمايله ما قدرش يسمح بده. رفع عصايته وحطها على رقبة تاناكا وقال له ببرود انه مش هيعدي. تاناكا اتعصب ان واحد شايفه ولا حاجة يجرؤ يقف قصاده، بس كان مستعد يقتله عادي جدا. فعل موجة صدمة واندفع ناحيته، وهاروكا رفع دراعاته يدافع. تاناكا كان شايف ان مفيش مهارات قويه فاضله، فحتى لو مش عارف هاروكا عنده ايه كان واثق انه متفوق. استخدم السحر ورمى عليه صخور، ولما هاروكا حاول يدافع فعل مهاره معدن عطلت حركته لحظه. بالكاد قدر يفلت قبل ما الصخور تسحقه، ورغم انه استعاد حركته لانه بقى ابطا بكتير. تاناكا استغل ده وبدا يطلع شوك كريستال من الارض تحت رجليه. هاروكا فضل ينط يمين وشمال بس واضح انه مش هيقدر يكمل كتير. تاناكا مدحه شويه وبعدين ساله سؤال واحد، امتى شك فيه؟ هاروكا قال له انه كان شاكك من الاول لان وجوده مع البلطجيه ما كانش له تفسير. تاناكا انبهر بده، بس هاروكا ساله هو كمان امتى بدا يخطط. تاناكا قال بكل فخر انه من البدايه، واعترف ان خطته اتعطلت لما مندوبه الفصل اخذت مهاره السيطره، بس لما اخذ مهاره المعدن عرف انه يقدر يكسب. فجاه طلع جذور وربط هاروكا في الارض ورمى عليه كره نار ضخمه. كان متأكد ان كده خلص عليه، بس اتصدم لما شافه خارج سليم. هاروكا نفسه ما كانش متأكد ان امتصاص السحر هينجح، بس عصايته عدت. استغل لحظة الصدمة واندفع، بس تاناكا صد الهجوم بالسيف. قال له ان السحر مش سلاحه الوحيد وان عنده اسلحة كتير، وبدأ يهاجم بكل حاجة. هاروكا حاول يدافع بس تغيير الانماط خلاه يتلخبط، وفي لحظه اتزحلق واتضرب ضربه عنيفه ورماه وسط الشجر. وبعد ما قام جاله سلاش قوي خلاه يزحف على الارض. كان لسه عايش بس تعبان ومش قادر يقف. تاناكا وقف فوق مبتسم بثقه، وهاروكا اعترف لنفسه ان الموقف خطير جدا. ومن هنا ركب الصوره وفهم ان تاناكا نسخ مهارات كل الفصل. لما اكد له ده عرف ان هدفه الجاي مندوبة الفصل عشان يسرق مهارتها. قبل ما يفكر اكتر تاناكا ضربه بمنجل ورماه بعيد، وهاروكا قرر يطلع بهجوم يائس اخير يفاجئه. بس لما ضربه هاروكا اكتشف متأخر قوي ان تانكا خدعه بسحر الوهم، وبعد ما فهم ان اي حاجة بيحاول يعملها مش هتنفع هاروكا بان عليه الاستسلام ووقف ساكت، وتانكا جري عليه بالسيف. لكن في اللحظة الأخيرة هاروكا اتجنب الضربة بابتسامة وهمس في ودن تانكا انه اكتشف سره. ومن اللحظة دي تانكا لقى نفسه مش قادر يضرب هاروكا ضربة واحدة، وهاروكا شرح له انه كان سايبه يطلق كل قدراته عشان يعرف نقطة ضعفه. وخلال ما كان بيتجنب كل ضربة لاحظ ان تانكا عمره ما استخدم نفس القدرة اكتر من مرتين، ومن هنا فهم ان كل قدرة ليها حد في الاستخدام. ولو هاروكا فضل بيتجنب تانكا في الاخر هيفلس من المهارات. تانكا حس بالذعر، عارف ان هاروكا كشف اكبر نقطة ضعف عنده، لكنه لسه مقتنع انه يقدر يخلص هاروكا قبل ما المهارات تخلص. فجري تاني، لكن هاروكا بقى سريع كفاية انه ينط فوقه ويرد الهجوم. مهما حاول تانكا يضربه بهجمات جديدة هاروكا بقى عارف كل حاجة. وفجأة هاروكا استغل الفرصة وجري ينفذ الضربة القاضية، لكن تانكا ضربه بشعاع ليزر وهاروكا اضطر يتراجع. وحتى بعد ما انكشف سره تانكا لسه خصم قوي مش سهل يستهان بيه. تنفس تانكا بدأ يتعب، لكن وقف بشموخه وصح انه عمره ما هيخسر قدام حد زي هاروكا. ومع انه في موقف ضعيف عنده خدعة أخيرة، بدأ يجري في الغابة بطريقة متقلبة عشان يربك هاروكا، وهاروكا بدأ يمشي وراه. ولما هاروكا فهم خطة تانكا كان متأخر، لأن تانكا شغل مهارة الموت وهاروكا وقع على الأرض، وتانكا واقف عليه يضحك بانتصار. قال انه اخيرا كسب المعركة، وبعدين بدأ يعطي هاروكا تقدير على مضض، واعترف انه اضطر يستخدم تقريبا كل مهاراته المخزنة في القتال. لكنه زغرت وقال مش مهم، لانه لما يقتل باقي الزملاء وياخد المهارة المختطفة هيبقى عنده كل القدرات الدائمة اللي عايزها. وبعدين ركل هاروكا على راسه وفضل ماشي. لكن لما كان ماشي هاروكا ناداه بهدوء وقال له غريب جدا انك تدوس على راس حد من غير ما تعتذر. تانكا وقف مذهول مش مصدق ان هاروكا لسه عايش، بما ان مهارة الموت ناجحة 100% لأي حد فوق المستوى 11. شرح له انه عنده مهارة بتخليه يقاوم التأثيرات السلبية، وكمان حظ هاروكا كان ماكس من يوم ما وصل، وده اكيد عكس مهارة الموت. والوقوع على الارض كان للمشهد الدرامي بس لانه حب يضحك. تانكا مش قادر يفهم ازاي هاروكا بيتحرك اصلا، خصوصا انه استخدم مهارة المعادن عشان يقفل حركة هاروكا من اول معركة. وهاروكا اعترف ان مهارة المعادن كانت مزعجة جدا، وفنيا هو مش قادر يحرك جسمه، لكنه كان بيستخدم مهارة الدمية عشان يتحكم في نفسه من بره طول الوقت. وفخور وقال يمكن كل المهارات اللي هاروكا اخدها تبان ضعيفة لأي حد، لكن معاه هيبقى مش قابل للوقوف. تانكا اتضايق وما صدقش انه بيخسر قدام حد عنده مهارات غبية، وبدأ يهاجم هاروكا بحركات عشوائية. وهاروكا اتصدى لكل ضربة بكل سهولة، وحذر تانكا انه هيخلص من المهارات لو فضل كده. وتانكا تجاهل التحذير وراح لضربة يدوية من فوق، لكن زي المتوقع هاروكا خرج بدون اي اذى، وقال له بهدوء ان عهد الارهاب بتاعه انتهى.
تانكا مش قادر يستوعب ازاي خسر بعد ما حسب كل حاجة بعقله عشان يضمن النصر، وعقله كان بيقول 1+1 دايما يساوي 2، يعني هاروكا ما كانش المفروض يبقى قوي كده. وهاروكا ضحك وقال لتانكا طريق تفكيره جامد وغبي، وقوانين الرياضيات صح على الارض، لكن هنا قوانين الفيزياء مش بتنطبق. وفلاش باك بيوري ان تانكا دايما كان العبقري في المدرسه وبيمل طول الوقت، ومحيط بيه زملاء شايفهم اغبياء، وكان دايما عايز حاجه تكسر الملل، وامنيته اتحققت لما فصلهم اتسحب لعالم جديد. ولما شاف لوحه المهارات حسب كل حاجه بسرعه، وقرر ان الطريق الاكثر اثاره هو قتل كل زملائه واخذ مهاراتهم لنفسه. ومهما كان ده بيخليه يبدو سايكو، هو مش هيخلي حد زي هاروكا يوقف خطته. تانكا فضل يهاجم بباقي مهاراته، لكن هاروكا شاف انه خلاص قرب يخلص، فجهز نفسه ينفذ الضربة الأخيرة. لكن قبل ما يضرب تانكا خد سلاحه من وراه وابتسم، وأكد انه يقدر يتحكم في الأسلحة عن بعد. وهاروكا بينزف وهو قاعد، وتانكا بدأ يضربه ويقول ان النصر أخيرا قرب. لكن في لقطة غير متوقعة هاروكا ضربه بعصاه ودفع تانكا لورا، وكل خطط تانكا وحساباته المعقدة ما قدرتش تنقذه هنا. وطبعا مهارة النسخ ممكن تكون قوية، لكنها خلت تانكا واثق زيادة عن اللزوم، بس هو عمره ما اضطر يتعلم التكيف زي هاروكا، وعشان كده هو اللي هيفشل. وبحركة يائسة تانكا حاول يطعن هاروكا بسيفه، لكن هاروكا كان متوقع ده ورد بمهارة اخترعها هو بنفسه، وده أصاب تانكا إصابة قاتلة وخلاه ينهار ميت. ومع إن هاروكا كسب هو كان مأذي جامد، ولما ادرينالين القتال يروح ضربات اصاباته كلها حسته وخلته مرهق جدا وقريب يغمى عليه. لكن قبل ما يقع على الارض العصابه اللي غريبه على المدرسه مسكته، وهاروكا ارتاح لما شافهم وما قدرش يمنع نفسه من المزاح، وقال لهم كان ممكن يجوا قبل كده شويه عشان يساعدوه. هم يمكن فاتتهم المعركه، لكن على الأقل دلوقتي موجودين عشان يوقفوه على رجله. هاروكا كان ممتن للمساعدة، لكنه كان فضولي يعرف ازاي عرفوا انه هنا، وهم شرحوا له ان ممثلة الفصل شافتهم وهم كانوا طالعين من الزنزانة، وقالت لهم عن قتال هاروكا، وما كانوش يقدروا يقفوا ساكتين ويخلوه يواجه ده لوحده. ومن غير تردد راحوا للغابة عشان يدعموه، وفي الآخر كلهم رجعوا للمدينة والعيال مستنيينه عند البوابة عشان يستقبلوه، وكان باين عليهم القلق، وقالوا انهم مستعدين يعملوا عزومة تكريما لهاروكا. وهاروكا حس بحرج من كل الاهتمام ده. وبعدها زعيم الرياضيين الجيمانيزيوم جاله وعمل له تسقيف بروح حقيقية بدون كلام. وبكده خلص الاحتفال، والبنات اقترحوا انهم يرجعوا للنزل لان الخفافيش جاهزة وكل الناس محتاجة غسل كويس. لكن هاروكا ما كانش ليه اختيار كبير وسحبوه معاه. وفي نفس الوقت البنات المشاهير فضلوا ورا عشان يعتذروا للغرباء، وده كان مفاجأة لان الغرباء عمرهم ما توقعوا البنات دول يظهروا بتواضع. البنات اعترفوا انهم كانوا غلط في طريقة تعاملهم معاهم، وشكروهم فعلا على كل اللي عملوه للمجموعة. ومع ان الكل صلح علاقاته، هاروكا حس ان كل الامور المعلقة اتظبطت، وبدأ يحس انه مفيش سبب يخليه يفضل هنا، وبدأ يحاول يهرب بهدوء ويرجع لحياته الهادية في الغابة. لكن قبل ما يقدر يهرب ممثلة الفصل مسكته غصبا وسألت بغضب فين ناوي يروح، وذكرته قد ايه كانت قلقانة انه ممكن ما يرجعش. ودلوقتي هو وصل وبيروح يختفي تاني. هاروكا اعتذر بخجل، وممثلة الفصل ارتاحت وقالت تمام طالما مش هيحاول يختفي تاني، وكمان دلوقتي كل البنات هيراقبوه فمش هيقدر يهرب بسهولة. في اليوم التالي هاروكا صحي من حلم غريب وراح ينزل لتحت، وهناك استقبلته عصابة الغرباء، ومن شكلهم واضح انهم بيجهزوا نفسهم يروحوا للزنزانة تاني. وهاروكا اندهش شوية لانه مؤخرا هم مستمرين في الغارات على الزنزانة طول الوقت. فلما سألهم ليه قالوا له انهم بيدوروا على غرض نادر، نوع ممكن تلاقيه بس في الزنزانة. وهاروكا بطبيعته حب يعرف ايه المميز فيه، واجابتهم خلت وجهه يطيح. الغرض ده كان خاتم جذب البنات، واللي هيساعدهم اخيرا يلاقوا بنت واحدة، وهم عالقين هنا تقريبا شهر كامل ومحدش بصلهم حتى، والخاتم ده هيحل كل المشكلة. وهاروكا بدأ يفكر في الخاتم، كان شكله حلو لكنه مش محتاجه لأن كل اللي نفسه فيه يرجع لحياته الهادئة والمنعزلة. بس الحياة مش سهلة لأنه قابل واحدة واقفة في طريقه وباين عليها غضبانة جدا. هاروكا وقف مكانه لما شاف ممثلة الصف ونظرتها مركزة عليه زي صاروخ، وبشعور سيء سألها غضبها ليه المرة دي، واتضح انها لسه زعلانة من امبارح لأن كل البنات غضبوا منه. لكن ممثلة الفصل ما أخدتش دورها بعد، وبسرعة بدأت تعاتبه على فعلته المتهورة وما أخدهاش معاها، متجاهلة إنها كانت الهدف الأساسي لتانكا أصلا. هاروكا كان متعب وعايز يخلص من الموقف،
قال لها آسف ووعد إنه يخبرها المرة الجاية لو ناوي يعمل حاجة خطر على حياته. وبالمفاجأة دي كفتها وممثلة الفصل بقت راضية ومشيت، وهاروكا واقع على الأرض وهو بيبص للسقف وبيتساءل إزاي حياته وصلت للدراما دي. لو ملقاش حل قريب حلمه في الرجوع لحياته الهادية في الغابة عمره ما هيتحقق. لكن فجأة خطرت له فكرة، لو استخدم خاتم جذب البنات على كل البنات هما هيحبوه لدرجة انهم مش هيزعلوا منه تاني، ومفيش زعل يعني مفيش لوم، ومن غير لوم هيبقى حر اخيرا انه يمشي. وهاروكا ابتسم على خطته الذكية وقرر ان النهارده هيدخل الزنزانة. وفي نفس الوقت في قصر اللورد ميل كانت قلقانة شوية لان والدها شغال لحد ما تعب جدا، وكانت خايفة ده يأثر عليه، فجربت تقنعه ياخد استراحة بكوباية شاي دافية، لكنه كان مشغول جدا لانه في تقارير عن ظهور وحوش في كل المنطقة، والباعة كانوا بيبعدوا عن المدينة، وكحاكم هو عارف انه مسؤوليته يتصرف. وفجأة جندي دخل الغرفة شاحب جدا وجاب اخبار سيئة. جموع وحشية شافوا جنب الزنزانة، والمصادفة ان هاروكا صادف الحشد ده بنفسه، مع انه ما كانش ناوي يقاتل قبل ما يوصل للزنزانة، لكنه ما بيتهربش من قتال سريع. ومن غير ما ميل تعرف هاروكا في قلب المعركة، وميل خافت وجريت لصالة النقابة عشان تحذر المدير، وقالت له بسرعة ان جيش ضخم من الأورك بيتجه على المدينة، ولو محدش اتحرك بسرعة المدينة هتتبهدل. والنقابة اتحركت فورا، وممثلة الفصل كمان تطوعت تساعد عن المدينة وجمعت زملائها للقتال، لكن اكتشفت ان هاروكا مش موجود. وفي نفس الوقت هاروكا بيقطع في جيش الوحوش بسهولة، لكنه اتفاجئ من العدد الأعداء الكبير، خصوصا لما ملك الأورك دخل المعركة، لكنه ما تأثرش لأنه يقدر يخلص الكل بضربة واحدة من غير تعب. في بوابات المدينة المغامرين كانوا مستعدين لمواجهة ملحمية، لكن لما اجتمعوا الجيش كله كان اتدمر بالفعل، وهاروكا انتهى من قتل ملك الأورك وأعوانه. وبعدها أخد لحظة يفكر قد إيه غريب إنه يظهر كل الوحوش دي مرة واحدة، بس هو بسرعة قرر إنه مش مهتم بالموضوع أصلا، وكمل طريقه ناحية الزنزانة. ولما وصل أخيرا للزنزانة هاروكا اتسلل من غير ما حد يشوفه ودخل مبنى الزنزانة متجنبا أي تفاعل مع البشر ملوش لازمة. ولما دخل جوه اتصدم من التفاصيل الجنونية بتاعة الداخل، لأنه كان كأنه داخل مشروع تصميم خيالي لشخص عبقري جدا. لكنه رجع بسرعة لعقله وعرف انه ما ينفعش يضيع وقته لانه عنده مهمة يخلصها، وبدأ يدور على الخاتم الأسطوري بتاع هاروكا. لكن كانت في مشكلة صغيرة، انه مش عارف شكله اصلا عامل ازاي، فبدأ يتجول كأنه سائح تايه لحد ما وقع على صندوق كنز حاطينه في نص القاعة. فتحه في حماس متوقع يلاقي غنيمة أسطورية، لكن لما استخدم مهارة التقييم بتاعته اكتشف انه مجرد خردة. وبتعبير احباط لكنه مصر فضل يدور جوه الزنزانة ولا حاجات تافهة كتير، وفي الاخر استسلم وقرر يسأل التاجر المشبوه في المدينة عن اي معلومات. وفي نفس الوقت عند بوابة المدينة الكل كان قلقان لساعات مستني الأورك اللي ميل حذرت عنهم، والناس بدأت تشك انه ممكن كانت بتبالغ. لكن فجأة من الأفق المدخن ظهر شيء، قلوب الناس بدأت تخفق بسرعة وطلعوا أسلحتهم، لكن اتضح ان ده هاروكا راجع متعب ونايم نص بعد يوم طويل من المغامرات، وما كانش واخد باله من الجو المكهرب حواليه، وبص حواليه مستغرب ليه الكل متوتر كده. وممثلة الصف جريت وشرحت لهم ان جيش من الوحوش جاي لتدمير القرية، وطلبت تعرف هاروكا كان فين طول اليوم، لكنه مش ناوي يقول انه كان بيدور على خاتم جذب البنات، ففضل ساكت بحرج. وجايتش بيقفز وبيقول لو شاف اي أورك في الطريق. ولما سمع هاروكا قال بشكل عادي انه قضى على جيش الأورك قبل كده، لكن بشكل غريب الخبر ده ما خلاش حد يفرح، بالعكس الكل شكله غضبان. بعدين المدير وميل شكروا هاروكا على انه اتصرف مع الأورك، لكن هو بيخاطرهم على تهوره لانه قاتل الجيش كله لوحده. والمدير حذره من زيادة نشاط الوحوش، وانه ممكن الوحوش تتسرب من الزنزانة، وقال له ان في خطر حقيقي من انهيار الزنزانة قريب، وطلب منه انه يوعده انه مش هيعمل حاجة تهور تاني. وهاروكا اومأ براسه انه موافق. بعدين رجع اوضته وقع على سريره متعب ومتضايق. بين المدير وميل وكل المدينة تقريبا بيراقبوه، فالهروب من غير ما حد يشوفه هيبقى كابوس. اليوم اللي بعده هاروكا راح مباشرة عند تاجر الأدوات السحرية، والتاجر ما كانش مبسوط يشوفه، يمكن لسه متضايق من اللي حصل المرة اللي فاتت. لكن هاروكا طمنه بسرعة انه مش جاي يشتري حاجة، بس عايز يسأل سؤال واحد، وسأل التاجر فين يقدر يلاقي خاتم جذب البنات. والتاجر اعترف انه مش عارف اي خاتم جذب للبنات، لكن ذكر له حاجة مشابهة اسمها خاتم الفيرومون اللي بيزود الكاريزما، وده بالظبط اللي هاروكا كان بيدور عليه. ولما سأل هاروكا مكانه لانه ما لقاهوش في الدور الاول، التاجر شرح له انه مش موجود في الدور الاول خالص، لان اي حاجة سهلة كده كانت اتاخدت من زمان، والارجح انه في الدور ال50، عمق محدش وصل له قبل كده. والتاجر قال له ان الزنزانة فيها 100 دور اجمالي، لكن التحدي صعب جدا تنزل حتى كام دور، ولازم تهزم زعيم كل دور عشان تكمل.
ومعظم الزنزانة لسه مجهولة، ولو هاروكا ناوي يوصل للعمق ده نصحوا التاجر انه يحتاج يتزود بأعشاب وتعويضات تعافي، وهاروكا خد النصيحة بجدية وجري جهز نفسه. ومن غير ما يعرف عصابة الغرباء سمعت كلامه، ولما عرفوا انه بيدور على خاتم الفيريمون جريوا يروحوا لممثلة الصف يشكوا عليها زي الفئران، وممثلة الصف والبنات قلقوا فورا لانه لو هاروكا حصل على الخاتم اللي بيزود الكاريزما كله هيقع تحت تأثيره وهيصعب يقولوا له لا، وده يخليه يعمل اللي هو عايزه. وفكرة هاروكا يكون حر بالقوة دي كانت مرعبة، فوافقوا لازم يمنعوه بأي تمن. وبعد ما جمع هاروكا معداته راح للزنزانة مركز على هدفه، لكن إحساسه لحد لقط حركة وراه، ولما اتلفت شاف ممثلة الصف وقائدة الصف كله وراه بيجروا. هاروكا وقف ورفع حاجبه وسألهم ليه الكل هنا. ممثلة الصف ردت على سؤال وسألته هو بيعمل ايه، واتهمته انه بيروح يجيب خاتم الفيرومون، لكنه نفى بكذبة سخيفة وقال انه رايح يجيب خاتم الشجرة اللي بيخلي صاحبها يتكلم مع الحيوانات، وطبعا محدش صدقه. ولما فهم انه مستحيل يقنعه ويسيبوه لوحده هاروكا عمل اللي بيعرفه كويس وجري، وممثلة الصف وباقي الصف اتبعوه للزنزانة. هو كان سابقهم دلوقتي، لكنه عارف ان لو ممثلة الفصل حصلت على الخاتم الاول هتخليه يتبع قواعدها، وده بالنسبة لشخص فخور وعازب زي هاروكا كابوس حقيقي. عشان كده زود سرعته وجري يحاول يوسع الفجوة بينهم، وممثلة الصف صرخت وراه وحذرته ان الجري في الزنزانة خطر لانه ممكن يفجر فخ. وهاروكا بخفة الدم رد وقال الفخاخ مش مشكلة لان حظه ماكس، بس بناء الزنزانة المتهالك قصة تانية خالص. ولما اتثبت على الحيطة اللي اتكسرت تحت لمسته قبل ما يقدر يتصرف وقع هاروكا في حفرة بدون نهاية. ممثلة الفصل حاولت تمسكه لكن فات الأوان، وهاروكا كان بيقع في هاوية طول الوقت، وفي كل الظهر نسي انه عنده مهارة المشي في الهواء اللي ممكن تنقذه. وفي الاخر ظهر قاع الحفرة، فهاروكا فكر بسرعة واستخدم سحر الارض عشان يلين الارض ويعمل وسادة توقف السقوط. ولما نزل اخد لحظة يقيم الوضع، ولما شاف العمق اللي وقع منه فكر اذا كان وصل الدور ال100 المشهور في الزنزانة، وكان في طريق واحد قدامه، وحسه قال له انه بيودي مباشرة للزعيم النهائي، لكنه مش ناوي يواجهه. وبدأ يفكر ازاي يرجع فوق، وفكر بمهارة المشي في الهواء لكنه ما نفعتش لانها كانت عميقة جدا، ومع عدم وجود اختيار تاني قرر يتابع الطريق المخيف قدامه. لكن من الجانب المشرق السقوط ما كانش كله وحش، لانه فتح له مهارتين جداد، اكتشاف الفخاخ والوعي المكاني. وبالمهارات دي هاروكا مسح المنطقة واتأكد ان مفيش فخ بينه وبين الغرفة الجاية. لكن هو بيرتاح اكتشف حاجة اسوأ، انه مش في الدور ال100 خالص، هو في الدور ال101، وده معناه انه دخل مخبأ الزعيم السري، والتعامل مع ده هيبقى صعب جدا. لكن من غير اختيار هاروكا اخد نفس عميق وبدأ يمشي في الممر المظلم، والهواء بدأ يثقل المانا وصعب عليه يتنفس، لكنه كمل لحد ما وصل لغرفة الزعيم. ولما فتح الباب الثقيل موجة ضخمة من المانا هزته، وقدام هاروكا كان الزعيم السري للزنزانة امبراطور الزنزانة. هاروكا عرف فورا انه فرطة، فشغل مهارة التقييم عشان يعرف خصمه، واللي عرفه خلاه يرتجف من الخوف لان امبراطور الزنزانة مستواه 100. وفي نفس الوقت ممثلة الصف وباقي الصف بينزلوا تدريجيا في الزنزانة يدوروا على هاروكا. وصلوا للدور 47 ولسه مفيش اي اثر له، والكل بدأ يقلق وخافوا انه ممكن يكون واقع للاخر. وشيمازاكي حاول يطمن الكل وقال ممكن هاروكا استخدم بوابات الزنزانة للرجوع، لكن تاتسويا كسر الامل وقال ان البوابات بتظهر بس بعد ما تهزم زعيم الدور، والاسوأ لو تخطيت الطريق العادي للزنزانة البوابات مش هتظهر، وده معناه ان هاروكا غالبا عالق والمزاج التعب. والبنات فكروا انهم مش جاهزين لمهمة انقاذ عميقة كده، لكن ممثلة الفصل رفضت تسيب هاروكا وقالت انهم هيكملوا، والكل وافق ينزلوا على امل يوصلوا له في الوقت المناسب. وفي غرفة الزعيم هاروكا بيقيم خياراته، مهارة التقييم قالت له تقريبا اي حاجة، بس اكتشف ان خصمه ملك ميت ليش مرعب وقوي جدا. وهاروكا عرف ان الليشات سحرة محترفين، يعني مش ممكن يخاطر بالمعركة من بعيد، فلازم يقرب بسرعة. ومن غير اي تردد هاروكا استخدم مهارة الحركة السريعة وخطى ورا الليش عشان يضربه ضربة نظيفة، لكن لما افتكر انه اخذ الافضلية امبراطور الزنزانة لف بسرعة البرق ورد على هجومه بسيفه. وهاروكا فهم ان المعركة دي هتكون اصعب بكتير من اللي كان متوقعه، وحياله العادية مش هتكفي قدام خصم زي ده. وبره الزنزانة ميلو ووالدها شافوا سحب سودا غريبة بتدور فوقهم، علامة واضحة ان في كارثة جاية. ووالدها حسس بالخطورة وامرها تروح للنقابة وتنبههم يستعدوا لاي حالة طوارئ. وفي نفس الوقت هاروكا محاصر في صراع ذهني وجسدي شديد، بيحاول يسبق سرعة امبراطور الزنزانة اللي شبه الزعيم، فقرر يشغل كل مهارات السرعة اللي عنده عشان يميل الميزان لصالحه. وبعدين جري في الغرفة بسرعة فوضوية، لكنه اكتشف ان كل ضربة بيضربها ما زالت بطيئة جدا، واضطر يدفع نفسه اكتر. ومع كل محاولة بيحاول يحسن حركته. هاروكا ما قدرش يسيطر على الموقف، وكل ضربة بيتجنبها كانت شبه موت، وتحمله بدأ يضعف لحظة بلحظة. وفي وسط المعركة المرهقة عدسات هاروكا اتفعلت وأعطته مهارة جديدة اسمها البصيرة، وبدأ يشوف لمحات متفرقة من المستقبل.
لكن القوة الجديدة دي كانت خطيرة، أي غلطة هتقتل وما عندوش خيار أفضل. هاروكا حط كل اللي عنده في هجوم مستمر، وعارف كويس إن حياته على المحك، ومع مرور الوقت بدأ يحس بالإثارة، تقريبا بيستمتع بالمعركة، لكن جسمه خانه لأنه لاحظ ركبته بتترنح وتنفسه صعب، وكمان كل القتال استنزف طاقته وسحره تماما وخلاه على حافة فقدان الوعي. وفي نفس الوقت امبراطور الزنزانة كان هادي بشكل مخيف، كأنه بس بيجهز نفسه. هاروكا اضطر يقوم رغم صراخ عضلاته، ودلوقتي باين عليه انه ضعيف، اي هجوم حاسم ممكن ينهيه، لكن الامبراطور ما ضربش. وهاروكا اللي كان متضايق ومحتار ما فهمش السبب، وفجأة لاحظ هاروكا دوامة شريرة حوالين الامبراطور، وظهرت وكأنها خبيثة بتلمح ان الامبراطور ممكن يكون مجبر يدخل المعركة بتأثير الميزما. ومع ما فهم ده، عصا بدأت تتوهج وتمتص الميزما بدون سبب واضح، وهو استمر في الهجوم عشان يسحب كل الميزما، وبشوية ضربات حاسمة قدر يشتت تركيز الميزما. ولما امتصت كلها، الامبراطور خفض سيفه ووقف ساكت. احساس هاروكا كان صح، الامبراطور كان تحت سيطرة الميزما، ودلوقتي الحقيقة واضحة، الامبراطور كان مستني حد قوي يحرره من العذاب، حد انهى معاناته. عشان كده ما ضربش في البداية، لانه كان مستني هاروكا يثبت نفسه، ومع انه حرر الامبراطور كان في ظل مظلم حواليه، فالامر محتاج سرعة. في البداية فكر هاروكا يخلص على الامبراطور عشان ينهي معاناته، لكنه ما قدرش. بدل كده بدافع الرحمة حضن الامبراطور وحس بثقل معاناته. هاروكا حس براحة، وكمان طمن انه يقدر يفهمها، فالتواصل مش هيبقى مشكلة. وبعد ما اتفقوا، هاروكا قرر يبص على احصائياتها، ولصدمته مستواها تراجع لواحد بسبب الاستعباد، وكمان دلوقتي يقدر يشوف اسمها، واسمه انجيليكا. وفهم ان الامبراطور بنت، وبدأ يقلق على فكرة ممثلة الفصل لما تعرف انه استعبد بنت، لكن ما كانش وقت للانشغال ده. فسأل انجيليكا اذا حابة تسيب الزنزانة معاه، ووافقت، وخرجوا مع بعض على دور ال100. هاروكا شغل مهارة الوعي المكاني ولقى سلم على حافة الغرفة للخروج، ولما دخلوا ال4 زعماء ظهروا، وقلب هاروكا وقع لانه تعبان من المعركة، وعارف انه نجا بس لانها ما كانتش بتحاول تقتله، لكن الزعيم ده مستوى 100 وبيشع نية قتل صافية. هاروكا حب يوصل للسلم من غير قتال، وفكر فكرة مخاطرة، استخدم سحر الارض يخلي جزء من السقف يقع عشان يطلع بالهواء، لكن قبل ما ينفذ 2 مينيتور ظهروا وبصوا له كانه وجبتهم الجاي، وحس برعب شديد. وهاروكا كاد يغمى عليه لما شافهم مستوى 99، والموقف اتحول من وحش لأسوأ كارثة. مينيتور نطوا، بس لحسن الحظ وقعوا على الدرع الحي مسببين ضرر كبير لكل الوحوش. هاروكا ما ضيعش الفرصة ونط ونهاهم. ولما جمع الكريستالات السحرية، لاحظ انجيليكا تبص على قطع الدرع اللي وحوش سابوها، فابتسم وقال لها تاخدها لو عايزه، وهي ارتدت الدرع بحماس، لكنه كان كبير عليها، وهاروكا شك في انه مناسب. وفجأة الدرع بدأ يلمع ويتشكل على جسم انجيليكا كأنه قفاز. هاروكا كان مرتاح مبسوط انها بقت محمية، لكن كان قلقان شوية لان الدرع من زنزانة، يعني ممكن يكون ملعون، فقرر يقيمه، واكتشف انه ملعون بسحر ربط، وانجيليكا بقت محبوسة فيه بشكل دائم، وهي بصت له بغضب لانها ما حضرهاش، رغم انه منصف انها كانت هي عظم، بس ما كانش عندها اختيارات كتير للملابس. وفي نفس الوقت في الدور ال50 من الزنزانة، زملاء هاروكا كانوا بيدوروا عليه بجنون، معظمهم فاكرين انها مضيعة للوقت، معتقدين انه هيجي في الاخر ويقولوا انه خلص الزنزانة لوحده وبيروح يزود غروره. لكن ممثلة الفصل رفضت تقعد ساكتة، وقادت المجموعة للغرفة عشان يكملوا البحث. ولما فتحوا الابواب، الكل اتجمد من الرعب قدام سايكوليبس ضخم كأحد الزعماء ال4. وفي المدينة، ميل جريت للنقابة وأبلغت المدير إن في حاجة غريبة بتحصل في الزنزانة، رغم إنها مش متأكدة إيه الغلط، لكن إحساسها قال له ممكن يبقى خطر. المدير لاحظ إنه مفيش تقارير من الحارس عند مدخل الزنزانة، لكن جايكت ذكر بشكل ساخر إن الحارس دماغه كدرجة حرارة الغرفة، فمستحيل يعتمدوا عليه، وأضاف إنه لازم يستعدوا للأسوأ. وفير اتطوع يجمع أعضاء النقابة، والمدير سأل عن المجموعة الجديدة من المغامرين لانهم ممكن يكونوا مهمين دلوقتي، لكن لا هو ولا جايكت شافوا زملاء هاروكا النهارده. وبينما عادي ان هاروكا يختفي في مغامراته العشوائيه، الحقيقه ان اختفائهم كلهم مع بعض بقى شكلها مشكله حقيقيه بتحصل فعلا. في الطابق 98 اخيرا هاروكا قدر يفرح انجيليك، وده لما الداعي بقى كمل بيها درعها، وده خلى شكلها يبان اكتر ملكي. ولما الحركة دي ابتدت تخفف الجو شوية، هاروكا حس بوجود وحش قريب، استخدم مهارة التقييم بتاعته لأنه ليتش، وحش مرعب ومش بيتأثر بأي هجمات جسدية، والطريقة الوحيدة لهزيمته هي السحر الأسطوري، وهاروكا ما عندوش أي فكرة ازاي يستخدمه. فكر بسرعة في إنه يعمل فتحة تانية في السقف عشان يهرب، لكن بعد اللي حصل مع المينيتور قرر إن الموضوع ده خطر جدا ومش عايز يخاطر، لأنه مين عارف الوحش اللي ممكن ينزل المرة دي، فمش هيتعامل مع الموضوع ده تاني. ومع إنه ما عندوش سحر أسطوري، هاروكا قرر يعتمد على العصا بتاعته الموثوق فيها، واللي كانت فعالة بطريقة غريبة جدا في مواجهة الليتش والميزما. فبدأ يحاول يضربه بالعصا، ولدهشته وحيرته البسيطة الليتش بدأ يختفي تدريجيا.
هاروكا مفيش عنده فكرة ليه الطريقة دي نفعت، لكنه مش هيشتكي لأن الفوز في الآخر فوز، وكملوا تسلقهم. هاروكا وأنجيليكا وصلوا للطابق 97 وهناك قابلوا سرب من وحوش العدس السامة. هاروكا عرف إن المواجهة المباشرة مش هتنفع لأن جرعة واحدة من السم ممكن تخلص عليه، فكر بشكل استراتيجي وعمل كرة نار كبيرة واستخدمها كطعم عشان يجذب العدس كله، بعدين يحرقه مرة واحدة. بعد كده اتقدموا للطابق 96 والمرة دي يواجهوا ياركا السامة بتطلع خيوط لزجة ممكن توقف أي حاجة تلمسها. التنقل في الطابق ده من غير ما يتلخبطوا كان هيبقى كابوس تحت الظروف العادية، لكن هاروكا خد طريق مختصر، استخدم سحر الأرض ولف الطابق كله زي السجادة ودمر اليركات كلها في ضربة واحدة. الأمور كانت بتتحسن لو كملوا، لكن لما هاروكا وأنجيليكا وصلوا للطابق 95 كان واضح إن في حاجة مش طبيعية. قبل ما يستوعبوا التغير في الجو تهاجموا من وحش الطابق وكان سيف حي، على عكس البوصات التانية اللي واجهوها لحد دلوقتي. الوحش ده مستوى 100 وأقوى بكتير من المستوى اللي الطابق بيقترحه. السيف بعدين اندفع على هاروكا بسرعة عمياء، لكنه قدر يتجنب الضربة ويحاول يتسلل وراها عشان يرد الهجوم، لكن للأسف السيف توقع تحركه وتجنب الضربة قبل ما يضرب، وده خلى هاروكا يكتشف بسرعة إن المعركة مش هتكون سهلة. حركات السيف سريعة جدا ومش منتظمة أكتر من أي إنسان ممكن يعملها، والأسوأ من كده إنه معاه سيوف مساعدة بتهاجمه من كل اتجاه بلا توقف، يعني مفيش أي فرصة إن هاروكا يقدر يلاحق السيف ده. لكن فجأة جات له فكرة، في حد سريع كفاية عشان يتعامل مع الوحش السيف ده. نادى على أنجيليكا وطلب منها تدخل. أنجيليكا مستعدة جدا تثبت نفسها، سحبت سيفها وابتسمت بثقة ودخلت المعركة. السيف الحي حس بالخطر فورا وجمع السيوف المساعدة في تشكيل اندفاع عشان يصد هجوم أنجيليك، لكن وهي بتهاجم قطعت السيف الرئيسي نصين بضربة واحدة حاسمة. هاروكا اتصدم لأن قوة أنجيليكا ما قلتش خالص، رغم إن البوصات عادة قوتهم بتقل لما حد يتبدل معاهم، لكن أنجيليكا لسه قوية زي قبل، وبقوة أنجيليكا مع قوته هو واثق انهم هينظفوا الدنجون بسرعة. في نفس الوقت في الطابق ال50 زملاء هاروكا محبوسين في معركة يائسة ضد السايكلوبس، والامور كانت باين انها صعبة. كذا طالب اتصاب وضربة واحدة كمان ممكن تخلص عليهم. محبطين لكن مصرين، سألوا نفسهم هاروكا كان هيعمل ايه، رغم ان نصايحه عمرها ما كانت مفيدة جدا، لكن كانوا عارفين حاجة واحدة، هاروكا عمره ما يستسلم. بناء على ده كاكازاكي وأودا عملوا خطة خطيرة وشرحوا للكلاس ريب اللي بدأت تعترض لأنها خطيرة جدا، لكن مع الوضع ما كانش عندهم كتير من الخيارات فوافقت على ماضي. كاكازاكي بعدين وقف في الصفوف الأمامية وواجه السايكلوبس وجها لوجه. السايكلوبس كان بطيء لكنه قوي جدا، وكاكازاكي بيعتمد على مهارات التسريع عشان يفضل خطوة قدامه. والبنات في الفريق بدأوا يطلقوا نار تغطية عشان يلهوا السايكلوبس، وكاكازاكي اندفع على راسه، لكن قبل ما يضرب وقع على الارض محبط لانه ما قدرش حتى يضرب ضربه، لكن ده كان جزء من الخطه لانه كان مجرد طعم، وعمل الفرصه المثاليه لاودا. مع تركيز السايكلوبس على كاكازاكي، اودا حط هدف واطلق هجوم دقيق على عين السايكلوبس. في نفس الوقت هاروكا وانجيليكا وصلوا للطابق 85 وكانت معارك البوس اسهل واضح، لكن قبل ما يرتاحوا اهتز الدنجون كله وحسوا كأن في تدافع وحوش جاي على الطريق. عند مدخل الدنجون الحارس الغبي بدأ اخيرا يلاحظ ان المكان غريب جدا، الوحوش بتظهر في كل حته، ومخه البطيء اخيرا فهم. جري بسرعه للمدينه عشان ينبه الناس. كل الناس في المدينه كانوا متوترين ومستنيين حاجه زي كده تحصل، لكن دلوقتي بعد ما اتاكد المدير بتاع النقابه قلق جدا، ومع اقتراب الوحوش عرف انهم هيتخنقوا لان التدافع قوي عليهم جدا، ومع ذلك مفيش اختيار وكل الناس هتضطر تقاتل حتى النهايه. في نفس الوقت اوفر وجيتك مش قادرين يمنعوا القلق عن زملاء هاروكا اللي لسه محبوسين في الدنجون، لكن مفيش حاجه يقدروا يعملوها دلوقتي. المدير وهو محبط بدا يقلب في لفائف قديمه لانه فاكر انه قرأ عن تدافعات الدنجون قبل كده. طلع لفه قديمه وشرح القصه عن الدنجون للاخرين. في العالم ده الدنجون ده كائن حي، ولما يوصل للطابق 100 الوحوش اللي اتولدت جواه بتخرج على السطح وبتسبب فوضى. المغامرين سالوا اذا في طريقه لايقافها، والمدير استمر في القراءه. حسب اللفه قتل بوس الدنجون في ادنى مستوى بيخرب الدنجون كله، وكل الوحوش الناتجه عن التدافع بتختفي. لكن هزيمه بوس نهايه الدنجون مش مهمه سهله. فكره ان حد ممكن يكون عملها قبل كده ويرجع يتسلق دلوقتي كانت تبدو مستحيله ومش هتحصل. وهو مستسلم المدير ركز على النجاة، فأمر أوفرير ينقل المدنيين لمأوى قريب، وأمر جيتك يجمع كل المغامرين المتاحين لأنه لو هيموتوا هيكون موتهم وهم بيقاتلوا. في نفس الوقت هاروكا لسه بيتسلق الدنجون والطابق مليان جريفينات. بدل ما يضيع طاقته في المواجهة المباشرة خطط خطة ذكية، سمم شوية سمك وخلى الجريفينات تاكله لحد ما يغموا. الخطة نفعت تمام وخلص الطابق كمان. تسلق هاروكا بيبقى أسهل كل ما بيعلى. من الناحية التانية
زملائه مش محظوظين وهم محبوسين في الطابق ال54 وبيحاولوا يتقدموا وهم مصرين يدوروا على هاروكا، لكن للأسف الوضع اتدهور لما واجهوا حشد كامل من المستذئبين اللي شكلهم جاهز يفتك بيهم. على السطح المغامرين بيتجمعوا عند بوابة المدينة، كانوا لسه قاعدين يصدوا أول موجة من وحوش الدنجون، لكن الأمور كانت صعبة جدا. على نفس الوتيرة الوقت مسألة قبل ما ينهزموا، لكن الكل عارف ان فرصتهم الوحيدة للبقاء هي قتل بوس الدنجون. طبعا الشخص الوحيد المجنون والماهر كفاية للقيام بالمهمة دي هو هاروكا. المدير فكر يبعت رسالة للدنجون يطلب مساعدة هاروكا، لكن المغامرين مش يقدروا يسيبوا المدينة بلا دفاع. وقتها المدير بص لماريل اللي كانت معلقة ومش عاملة اي حاجة تقريبا. ماريل اتفاجئت جدا وبدأت تهز في دماغها وتحاول ترفض لانها مش عايزة تدخل الدنجون، لكن المدير بتاع النقابة اصر ان هاروكا هيبقى اكتر ميلا يسمع طلب من بنت لطيفة زيها وانها افضل فرصة عندهم. بس المدير كان عارف ان ارسال ماريل لوحدها هيبقى حكم موت لانها مش قوية في القتال، عشان كده طلب من اوفير انه يروح معاها. اوفير ما منعش المهمة، لكن كان متردد يسيب موقعه لان المدينة محتاجة كل الدفاع الممكن. المدير طمنه ان باقي الفريق هيقدروا يثبتوا الصفوف ويرجعوا يحموها، فوافق اوفير على المهمة وقال لماريل تسرع عشان يمشوا. ماريل كانت لسه في حالة ذعر ورفضت في الأول، لكن لما بصت حواليها وشافت المغامرين المصابين والمتعبين وهم بيحاولوا بكل طاقتهم يحموا المدينة، حصل تغيير جواها. جمعت كل شجاعتها وفي الآخر وافقت تواجه الخطر في الدنجون عشان تلاقي هاروكا. في الوقت ده هاروكا وأنجيليكا وصلوا للطابق 81 واللي كان شكله مش زي الدنجون، أكتر شبه مدينة مائية فوضوية ومضخمة. هاروكا اتلخبط جدا من المنظر الغريب لدرجة انه ما خدش باله من الوحوش اللي بتترصده في المية، ولما سمك كتير فجأة نط وحاول يقطع له، أنجيليكا اضطرت تتدخل وتنقذه. هاروكا اعتذر بخجل لانه اتشتت، لكن أنجيليكا ما اهتمتش لانها كانت مبسوطة وهي معاه. هاروكا اللي بقى اكتر يقظة مسح المية وفهم انها مليانة سمك، ولو كل السمك ده هاجم في نفس الوقت هيتاكل في ثواني، فاحتاج خطة للتعامل مع سرعة السمك الأول. فكر في حل من مسلسل قديم كان بيتفرج عليه من سنين، وجات له فكرة. استخدم سحر التلج بتاعه لتجميد السمك في المية، وفعلا السمك اتجمد وطلع على السطح من غير أي خطر. خطة هاروكا نفعت تمام، وكمل يجمد السمك وهو وأنجيليكا بيعدوا المية. بعدين ظهر بص الطابق وما كانش بيلعب، عمل موجة كبيرة خبطت فيهم. أنجيليكا اللي دايما سريعة في التفكير نطت من طريق الخاطر، لكن هاروكا من ناحية تانية اتلخبط ووقف زي البطاطس وبص في الفراغ، والموجة خبطته وغرق في المية. في لحظة كان شكل أنجيليكا هتضطر تواجه البص لوحدها، لكن في اللحظة الحرجة هاروكا طلع من المية بشكل جامد، راكب لوح موجة من صنعه من الأرض زي المحترفين. استخدم الزخم واقترب من وحش السمك وضربه ضربة قاتلة في نص راسه. البص وقع، ومع زوال الخطر فورا هاروكا نط على الخروج مع أنجيليكا، سألها إذا هي كويسة، ولما قالت له كويسة ارتاح واضح عليه. هاروكا اقترح يكملوا في السير، ومع انه في الاول ما كانش مبسوط من مغامرة الدنجون دي، بدأ يلاقيها ممتعة. بقوته وثقته اللي بتكبر فهم ان حتى بصات الدنجون مش مخيفة زي زمان. وهاروكا وانجيليكا هم بيكملوا تسلق الطوابق لقوا كذا قطعة أثرية قوية زي خاتم الحظ اللامحدود وبرنجال المبارك وكرة نيكرومانسي. هاروكا اندهش من جمال الحاجات دي وقال انها اكيد غالية جدا، لكنه محتار ياخدهم لنفسه وقال لا يبيعهم ويجيب فلوس كتير. وبعد ما فكر شوية فهم ان الحاجات المباركة دي مش هتفيده هو لانه عنده فلوس كتير جدا، فقرر يدي كل الحاجات لأنجيليكا لانه فكر حتى لو مش هتفيده بشكل مباشر يمكن تجيب لها حظ كويس، حاجة تفيده هي اللي اتلعنت وعاشت حياتها وهي هيكل عظمي. أنجيليكا ترددت في الاول مش عايزة تاخد من لطف هاروكا، لكن هو اصر لانها فعلا مش هتفيده. وبعد شوية اقناع اخيرا وافقت، والهدية فرحتها جدا لانها اول مرة حد يديها هدية. ومع ان هاروكا مش فاهم ليه متأثرة كده، هو مبسوط انها فرحتها. اقترح بعد كده يكملوا في السير وكملوا. اللي هاروكا مش واخد باله منه ان الحاجات المباركة اللي اداها لأنجيليكا عملت المستحيل وكشفت اللعنة عن الدرع، واللعنة اللي خلتها هيكل عظمي. أنجيليكا رجعت شكلها البشري، لكن كانت حاسة بمشاعر كتير جواها تجاه هاروكا، فقررت تخبي مظهرها المسترجع دلوقتي وتتبع هاروكا بصمت. في الوقت ده في الطابق 54 زملاء هاروكا خلصوا معركتهم العنيفة مع المستذئبين. المعركة خلتهم تعبانين تماما، لكن مصرين يكملوا عشان يلاقوا هاروكا قبل ما يحصل له اي حاجة. وهم بيجهزوا يكملوا سمعوا صوت حركة من الممر قدامهم، تشدوا خايفين من وحش تاني، لكن للراحة الاشخاص اللي قربوا تبان انهم ماريل واوفير. في نفس الوقت هاروكا وانجيليكا وصلوا للطابق 74 وكان بيتهيأ لهم ان ده اصعب تحدي ليهم. كل الطابق كان مولع نار، والموضوع خلى الرؤية صعبة جدا والحركة خطرة. وهم بيتنقلوا وسط الحرارة الشديدة هاروكا اتلخبط وتعب، وقع على صخرة وكان على وشك يطيح وجهه في النار،
لكن لحسن الحظ أنجيليكا ردت بسرعة وقبضت عليه قبل ما يتحرك. شافت هاروكا مشوش ومرهق وأشارت لمنطقة صغيرة وقالت له يستريح فيها شوية. هاروكا وافق على مضض وكان نفسه يلاقي طريقة يهرب من الحر الشديد حتى لحظة، وفجأة جات له فكرة. شاف فتحة صغيرة في الحيط جنبهم، استخدم سحر الرياح وعمل نسيم بارد من الفتحة، وده خفف عنه جدا. وبالصدفة الفتحة اللي هاروكا استخدمها كانت متصلة بفتحة تانية، وعلى الناحية التانية من الفتحة كانت المديرة الفصل، وسمعت صوته بدأت تصرخ عشان تلفت انتباهه. هاروكا عرف صوتها وفهم ان الفتحة دي لازم متصلة بالفتحة اللي وقع فيها في بداية رحلته في الدنجون، فده كان حظه كبير جدا انه لقاها. مندوبة الفصل بعدها سالت بحماس اذا ممكن هاروكا يتسلق الفتحة ويصل لها، لكن للأسف هو جرب يتسلقها قبل كده وعارف ان مهارة المشي في الهواء مش كفاية لتسلق عمودي شديد. هاروكا سأل مندوبة الفصل اذا عندهم حبل او معدات تسلق ممكن تنزلها له علشان يساعدوه، لكن للأسف مفيش حد جاهز معدات تسلق، فما كانش عندهم اي حاجه تساعد. هاروكا سأل مندوبة الفصل هي في اي طابق دلوقتي، ولما قالت له انها في الطابق 54 فهم بسرعه انهم مش بعيد عن بعض جدا لان هو في الطابق 74، لو اسرع ممكن يقرب منهم في وقت قصير. هاروكا جهز نفسه عشان يمشي. مندوبة الفصل نادته يوقف وقالت له في حاجه لازم يسمعها الاول. قالت له ان المدينه في خطر، مليانه وحوش ومش هتستمر كتير الا لو التدافع اتوقف. ماريلو واوفير شافوا الموجه التانيه من التدافع وهي جايه على المدينه على طريقهم للدنجون، ومع ان المدينه صامده لحد دلوقتي مش هتقدر تصمد في الموجه الثالثه. مندوبة الفصل شرحت ان الطريقه الوحيده لوقف التدافع هي قتل بوس الدنجون، ولما ذكرت البوس قلب هاروكا اتقفل لانه عارف انها بتتكلم عن انجيليكا، واخبر مندوبة الفصل والباقيين ان بوس الدنجون اتقتل بالفعل. صدموا من الكلام واندهشوا من انجازه، لكن لو الكلام ده صح التدافع كان لازم يقف. بعدها سالوه اذا هو متاكد جدا ان البوس اتقتل، لان التدافع مش هيقف الا لو اتقتل نهائي. ده حط هاروكا في معضله اخلاقيه كبيره، لانه لو ما قتلش انجيليكا المدينه غالبا هتتدمر، لكنه بدا يشك في نفسه اذا فعلا يقدر يضحي بيها من اجل الصالح العام. لما هاروكا قابل انجيليكا لاول مره ما كانش عنده اي تردد في مواجهتها وقتلها، لكن دلوقتي هو عارف انها محبوسه في ظلام الدنجون سنين طويله ما قدرش يضربها. هاروكا بعد كده اعترف لمندوبة الفصل والباقيين انه ما قتلش البوس ومش ناوي يعمل كده. اعترف ان ده ممكن يبان اناني، لكنه مصر يلاقي طريقه ينقذ انجيليكا والمدينه في نفس الوقت. اندي فكر ان عنده فكره ممكن تنجح، لكن هيحتاج مساعده انجيليكا علشان تنفذ. مندوبة الفصل مش متاكده هاروكا ناوي يعمل ايه، لكنها قررت تثق فيه لانها عارفه انه احيانا بيكون متهور، لكن لما الموضوع يكون مهم فعلا هاروكا دايما بيلاقي طريقه يحمي الكل. واثقه في عزيمته حطت ثقتها فيه ومتأكدة ان كل حاجة هتمشي تمام في الاخر. هاروكا شكرها على ايمانه بيه ووعد انه مهما حصل هينقذ المدينة ويحرر انجيليكا من الدنجون. الموجة التانية من الوحوش بتقرب من المدينة، والمغامرين اللي متجمعين بره اسوار المدينة بيقاتلوا بكل قوتهم عشان يمنعوهم يدخلوا، لكن مع القوات اللي عندهم دلوقتي صدهم تقريبا شبه مستحيل. لسه المدير بتاع النقابة بدأ يزعل لكل الناس، يقول لهم يدوا كل اللي عندهم لأن دي أرضهم ومفيش مجال للانسحاب. وفي نفس الوقت جوه الدنجون هاروكا عارف إنه لازم يسرع ويطلع قبل ما المدينة تتدمر، فالتفت لأنجيليكا وسألها إذا ممكن يسرعوا في باقي التسلق. أنجيليكا كانت هادية زي ما هي دايما، وافقت من غير تردد. سوا جريوا بأقصى سرعة عشان يخلصوا الطوابق بسرعة. وصلوا للطابق 73 ولقوا نفسهم قدام 2 من رجال سحالي، ومن غير ما يبطئوا هاروكا فكر ان السحر البارد بينفع جدا مع الزواحف، فجمدهم على طول بسحر سريع، وانجيليكا كسرتهم لقطع صغيره بتلمع. في الطابق اللي بعده قابله سرب من العقارب. هاروكا ما ضيعش وقت، ملى المكان بالدخان عشان يشتت انتباه العقارب، وانجيليكا هجمت بضربات سريعه وحاسمه. بعد كده وصلوا للطابق اللي فيه بوس ضخم من نوع هيل هاوند. هاروكا معهوش سحر مناسب للبوس ده، فابتكر خطه بسرعه ورمى قنبله ريحه قويه جدا في مناخير الوحش. التشتيت نجح تمام، وادى فرصه لانجيليكا تضربه ضربه واحده قاتله وتنهيه. بعد ما قضوا على هيلي هاوند هاروكا خد وقت ينظم الغنائم اللي جمعوها، فكر اذا ممكن يدمج بعض الغنائم عشان يسرعوا في تسلق الدنجون، لكنه اتضايق شويه لان الخاتم اللي كان جايبه مخصوص لسه مش موجود. وهو مشغول بالغنائم لاحظ ان انجيليكا مش مرتاحة، فقال لها انه عنده تجربة ناوي يعملها لما يرجعوا المدينة، لكن ده مش كان اللي في دماغها. انجيليكا كانت قلقانة من ان هاروكا بيجهد نفسه زيادة عن اللزوم، فاقترحت ياخدوا شوية راحة. هاروكا عارف انها صح لانه حاسس بالتعب، لكنه كمان عارف انه ما ينفعش يقف دلوقتي. بعد كده وصلوا للطابق 60 اللي كان شكله غابة كثيفة. في الاول مفيش اي علامة على البوس، لكن بعد شوية بومة وقفت ساكتة على فرع قريب. هاروكا قيمها بسرعة وتأكد ان البومة دي هي بوس الطابق، اسمها بومة النوم، وزي ما الاسم بيقول عندها قدرة على النعاس. قبل ما هاروكا يقدر يستعد ضدها عيون البومة ولعت وحاولت تجعله ينام. عادة مهارة هاروكا في الحماية كانت هتمنع اي تأثيرات سلبية، لكن التعب الشديد منعها من العمل.
فنام على طول تقريبا. بعد شويه هاروكا صحي لقى نفسه متحمل على ظهر انجيليكا، وهو نايم انجيليكا قتلت البومه وحملته عشان يكملوا الطريق. رغم انه صح دلوقتي انجيليكا اصرت انه يستريح شويه كمان وهي ما كملتش تحمله. في الوقت نفسه زملاء هاروكا بيحاولوا يخلصوا كذا طابق زياده عشان يلحقوه، لكن تقدمهم اتوقف لما قابلوا ابو الهول اللي مستواه 100. المخلوق كان قوي جدا ومفيش اي هجوم منهم يعمل اي تاثير، واسوأ من كده اي جرح بسيط يقدروا يعملوه بيتشاف على طول. وفيير اللي قرأ عن ابو الهول في الدنجون قبل كده شرح لهم ان القتال ده مضيعه للوقت. المخلوقات دي ضد كل انواع الهجمات وممكن تتقضي عليها بس بحل لغز، ومن غير الحل ابو الهول يعتبر زعيم، يعني الا لو حد منهم عرف يحل اللغز هم هيموتوا جوه الدنجون. هاروكا وانجيليكا وصلوا للطابق ال50، وبعد ما انجيليكا شالته طول الطريق هاروكا حس بالنشاط وجاهز يكمل. فجأة مهارة الإدراك عنده اشتغلت وحذرته من حاجة بتحصل في الطوابق العليا. حس إن في حاجة وحشة بتحصل، من غير تردد جري على طول لفوق. في الطابق 57 زملاء هاروكا كانوا في حالة يأس، مش عارفين يواجهوا أبو الهول. مفيش أي هجوم سحري أو جسدي بيأثر فيه، ومش عارفين اللغز المطلوب لحله. وهم في حالة يأس مندوبة الفصل فقدت أبو الهول من عينها، ولما لاحظت إنه اختفى فات الوقت لأن الوحش كان على وشك يدوسها. قبل ما يداس هاروكا وصل في الوقت المناسب. بعد ما قيم ابو الهول قبل كده كان عارف كل حاجه عن مناعته ضد الهجمات، لكن لحسن الحظ لما هاروكا وصل للطابق ده كان ماسك غرض ممكن يلغي الدفاعات حتى مناعه الضرر من غير تردد. استخدم الغرض ووقف دفاعات ابو الهول، وبالفتحه اللي اتخلقت انجيليكا نطت للامام وقطعت راس ابو الهول ضربه واحده خلصته تمام. بعد ما ابو الهول انتهى وكل الناس بقت بامان هاروكا نزل جنبهم وسلم على زمايله بطريقه عاديه. ارتاح الكل لانه من غير وصول هاروكا في الوقت المناسب كانوا هيموتوا. لكن مديرة الفصل لاحظت بسرعة الست الغامضة جنب هاروكا فسألت بفضول مين هي. هاروكا بدأ يشرح اللي حصل له في اسفل الدنجون. قبل ما يخلص الارض تحتهم انهارت فجأة وكان على وشك يطيح للعمق، لكن لحسن الحظ هاروكا مر بالتجربة دي قبل كده واتعلم يكون حذر اكتر. بسرعة استخدم الرقام اللي بيقع عشان ينط للأمان، ولما رجع على الارض الثابته طمن الكل ان مفيش داعي للقلق وقال انه مش هيقع في نفس الفخ تاني. لكن القدر كان ليه خطه تانية والارض انهارت تاني. المره دي هاروكا مش مستعد وبان انه على وشك يطيح سقوط طويل فعلا، لكن مندوبة الفصل مش هتسيب ده يحصل. نطت على طول وقررت تمشي قبل ما يفوت الاوان. هي كمان اتعلمت من فشلها قبل كده، المرة دي ما اخطأتش وايدها مسكت هاروكا في الوقت المناسب وبجهد كبير سحبته تاني على الارض الثابتة. الكل ارتاح لان هاروكا ما وقعش تاني في المتاهة، لكن اللحظة ما استمرتش لانه مفيش وقت للاحتفال. الموجة الجاية من التدافع جاية عليهم وكانت ضخمة اكبر بكتير من اي حاجة واجهوها قبل كده، ولو موجة بحجم ده وصلت للمدينة المدينة ما كانش ليها اي فرصة. مندوبة الفصل بعد كده اتجهت لهاروكا بصوت فيه يأس وسألته اذا فعلا عنده خطة يوقف كل الوحوش دي. هاروكا هز راسه بثقة واكد لها انه عنده خطة، لكن انجيليكا هي المفتاح. لكن الوقت بيخلص ومفيش فرصة يشرح كل حاجة، وفيير تدخل وطلب من الكل يروحوا للبوابة عشان يرجعوا للمدينة فورا. وهم بيجروا للبوابة مندوبة الفصل ما قدرتش تمنع نفسها من سؤال هاروكا ازاي قدر يقاتل الوحوش القوية دي ويوصل لحد هنا. هاروكا بمزيج من التواضع والفخر اعترف انه احتمال كبير ما كانش هيقدر يعيش بالطريقة العادية، لكن بشوية حظ وتفكير مبدع قدر يعدي. في الاخر وصلوا المدينة ولقوا غيت والمدير واقفين على تل بره المدينة. الاتنين ارتاحوا لما شافوا التعزيزات جاية اخيرا، لكن الارتياح ما كملش طويلا لان مارييل اشارت للافق ولفتت انتباه الكل للجيش الضخم اللي جاي على المدينة. ولما نقول ضخم يعني ضخم جدا، موجة كبيرة جدا وكاسحة حتى هاروكا ما كانش يقدر يواجهها لوحده. اي امل كان عند المدير اختفى دلوقتي وهو بيبص على المنظر. المدينة كلها اهتزت تحت خطوات الوحوش الجاية، وبعدين شفنا القائد بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يهدي الناس الخايفة اللي متجمعة هناك وبيطمنهم انه واثق ان المغامرين هينقذوا المدينة. في نفس الوقت بره المدينة المغامرين تقريبا اتشالوا من اليأس وحجم التدافع اللي كسر اي امل كان عندهم. لكن هاروكا الاستراتيجي الهادئ التفت لانجيليكا وقال لها جه الوقت تنفذوا اللي اتكلموا عليه. ومن غير تردد انجيليكا اتقدمت وتخطت الجمهور المصدوم، سحبت سيفها وغرزته في الارض بقوة وبدأت الطاقة تنتشر حوالينها. هاروكا شرح للناس المندهشة ان رغم ان انجيليكا مش زي ما كانت لما واجهها في الدنجون، لكنها لسه امبراطورة الدنجون، والعنوان ده بيديها سلطة كاملة على كل الوحوش من دنجونها، وده يعني انها عندها القدرة تمسح كل وحش منهم. ومع انتشار الموجة من الطاقة الوحوش بدأت تختفي واحدة ورا التانية لحد ما كل الجيش اختفى. بعد ما الأزمة اتحلت هاروكا قرب من انجيليكا وعمل لها مصافحة احتفالية. الارتياح غطى على المجموعة، لكن زملائه فضلوا حائرين وعايزين يعرفوا ازاي عملوا الانقاذ المعجزة ده. هاروكا بكل هدوء شرح لهم انه ما عملش كتير وكل الفضل لانجيليكا. اودو واحد من الزملاء اللي بيحبوا القراءة فجأة فهم كل حاجة وقال بصوت عالي ان انجيليكا لازم تكون امبراطورة الدنجون. الكشف ده صدم المجموع وسألوا على طول اذا ده بيخليها وحش.
هاروكا لوح لهم وطمنهم انه مفيش داعي يخافوا من انجيليكا، لانه قضى وقت طويل معاها في الدنجون وعارف ان شخصيتها طيبة فعلا رغم الشكوك، لكن وثقوا في كلام هاروكا وقبلوا شرحه. وده مع ذلك مخلصش وافتكر من قراءاته ان امبراطورة الدنجون المفروض تكون اقوى كائن في الدنجون. هاروكا ابتسم وقال لأودا انه غريب شوية انه يعرف التفاصيل الغريبة دي، لكنه اعترف ان أودا مش غلطان. انجيليكا قوية جدا وحتى بعد ما اتعمل لها ريست للمستوى بتاعها قدراتها لسه خارقة جدا، وده اللي خلاها تقدر تهزم كل الوحوش في الدنجون. هاروكا فكر انها ممكن تستخدم نفس القوة دي عشان تؤمر الوحوش وتوقف التدافع. بعدين هاروكا وضح ان قدرة انجيليكا بتشتغل بس على الوحوش الدنجون بتاعها ولازم يكونوا قريبين عشان تقدر تأثر عليهم، ولو حصل تدافع من دنجون تاني في المستقبل قدراتها مش هتشتغل على الوحوش دي. وهما بيتكلموا عن اللي عملته انجيليكا البنات سألوا إذا كانت سبب موت الوحوش. هاروكا هز راسه ووضح إن كل الوحوش لسه عايشة، لكن اللي أنجيليكا عملته فعليا إنها رجعت الوحوش للدنجون وأمرتهم يقعدوا هناك. وبما إن الأمر جه من إمبراطورة الدنجون نفسها هاروكا واثق إنهم مش هيطلعوا قريب. ده معناه إن مدينة أوموي هتفضل آمنة لفترة طويلة والحياة هترجع طبيعية. في اليوم اللي بعده هاروكا جاله فكرة لكل المعدات اللي جابها من الدنجون. بعد ما رتب مخزونه طلب من كلاس ريب تجمع الزملاء، ولما الناس وصلوا اتفاجئوا بعرض هائل من الكنوز مرصوصة على الطاولات قدامهم. المعدات كانت نادرة وغالية والحماس ملا الجو بسرعة. هاروكا أعلن إنه عامل بيع خاص جدا، يقدروا يختاروا أي حاجة بس لازم يدفعوا ثمنها. الأولاد والبنات كانوا متحمسين مستعدين يتنافسوا على أحسن الغنايم، لكن لما بدأ البيع البنات دخلوا في مود الجمعة السوداء بالكامل. البيع اتحول لميدان حرب فوضوي والبنات بيحاربوا على كل قطعة. الولاد خايفين من الهيجان ده سحبوا لانهم كانوا مرعوبين من الطاولات. هاروكا حس بشويه شفقه عليهم فقرر يساعدهم وطلع معدات اضافيه ما كانش ناوي يبيعها قبل كده. بعد ما الهدوء رجع كل الناس باين عليهم مبسوطين بالغنائم اللي خدوها. هاروكا كان راضي لانه عارف ان المعدات الجديده هتحافظ على امان زملائه في المستقبل. وبعد ما خلص الحاجه الوحيده اللي كانت شاغله باله هي انجيليكا. بما انها تقعد في المدينه شويه هاروكا قلق ازاي هتتاقلم بعد ما كانت معزوله في الدنجون سنين طويله. انجيليكا احتمال مش متعوده تتعامل اجتماعيا، فهاروكا شاكك انها ممكن تواجه صعوبه في الانسجام مع البنات التانيين. وبعدين شفنا باقي زملاء هاروكا كلهم لسه فرحانين بالغنائم اللي خدوها ومودهم عالي جدا، وهاروكا كمان مبسوط لانه لسه جايب فلوس كتير من بيع الغنائم دي. هو لسه بيعد الفلوس لما مندوبة الفصل جات له فحط كل الفلوس بسرعه ولفت له يسالها عايزه ايه. كلاس ريب شرحت انها عايزه مقدمه مناسبه لانجيليكا وتعرف ازاي هاروكا بقى صاحبها رغم انها امبراطوره الدنجون المخيفه، وهي مفترضه انه استخدم الخاتم عشان يكسب انجيليكا فواجهته. لكن هاروكا وضح ان عمره ما لقى الخاتم. اعترف بدل كده ان مهارة السيطرة بتاعته هي اللي خلت انجيليكا تبقى صاحبته. الكشف ده خلى كلاس ريب تغضب جدا وبدأت تصرخ عليه لانه استخدم مهارة السيطرة على بنت تانية من الاول. رفضت تسكت وطلبت تفسير، لكن هاروكا ما كانش عنده كتير يقوله دفاع عن نفسه، فبدل كده هي طلبت من انجيليكا توضح التفاصيل المهمه وخدتها بعيد. هاروكا ارتاح لانه مش هيضطر يتحمل صراخ كلاس ريب المره دي، لكنه كمان قلقان اذا هتكون تمام تسيب انجيليكا تتكلم معاه لوحدها. كلاس ريب بعد كده جمعت كل البنات في اوضه واحده كلهم متحمسين يسمعوا قصة انجيليكا، لكن الجو كان محرج جدا لان انجيليكا لسه ما قالتش كلمة. الفضول عند البنات ما قلش وكلاس ريب شجعت انجيليكا برفق تحكي شوية عن نفسها. شوية شوية البنات عرفوا عن ماضيها المأساوي وازاي اتحبست في اعماق الدنجون لحد ما هاروكا لقاها، لكن بدل ما يقتلها استخدم مهارة السيطرة عليها وده كسر اللعنة اللي كانت حبسها جوه الدنجون. بعد ما سمعوا كل ده رجعنا اوضة هاروكا، حس بالراحة انه يقدر ينام في سريره تاني، لكن كان في شوية خيبة امل ان عمره ما لقى الخاتم. لكن من ناحية تانية مغامرته الأخيرة في الدنجون رفعت مستواه 6 مستويات وادته مهارات جديدة رائعة. ومع ذلك رغم التحسينات في قدراته هو عارف انه ما كانش هيقدر يوقف التدافع من غير انجيليكا والباقيين. فلو هو عايز يعيش كمنعزل حقيقي لازم يبقى قوي كفايه عشان يقاتل لوحده من غير الاعتماد على حد. وبالفكرة دي في دماغه قرر انه وقت يرجع للغابة. في اليوم اللي بعده بدل ما يهرب من المدينة هاروكا قرر يكون صريح وسأل كلاس ريب إذا هي موافقة إنه يمشي شوية. هي ما عندهاش مانع بما إن مفيش حاجة كبيرة بتحصل في المدينة دلوقتي، لكن أفكارها كانت في حتة تانية بعد اللي شافته امبارح إنه أنجيليكا رجعت لطبيعتها وكانت جميلة جدا، فقلقت إن أنجيليكا ممكن تخطف هاروكا منها. في نفس الوقت هاروكا سأل أنجيليكا إذا كانت عايزة تيجي معاه للغابة وهي وافقت بسعادة. قبل ما يتطول هاروكا وأنجيليكا وصلوا الغابة وهاروكا استمتع بالهواء النظيف مستمتع بمدة ما زارش المكان ده. استغل الفرصة وقرر يتدرب على مهارة النقل الجديدة وسأل أنجيليكا إذا كانت تقدر تلحقه وهي أومأت بالموافقة وأشارت إنها جاهزة. هاروكا بدأ يتحرك بسرعة كبيرة جدا كأنه بينتقل من مكان للتاني.
لكن التقنية لسه صعبة السيطرة عليها، فسقط بالغلط من على جانب الجرف. لحسن الحظ خبرته مع السقوط في الدنجون علمته يكون مستعد دايما. قدر يهبط بأمان على رجليه. أنجيليكا لحقت بيه وبصت من على حافة الجرف تتأكد إنه بخير، لكنها ما لاحظتش الفطر الزلق قريب من الحافة ووقعت هي كمان. هاروكا مسكها بسرعة مرتاح إنها سليمة، لكنه اتفاجئ من وزنها لأنها كانت مفترض إنها هيكل عظمي. أما أنجيليكا كانت محرجة جدا وهي محمولة في حضن هاروكا. بعد كده شفنا الاتنين قاعدين وهاروكا عنده سيل من الأسئلة. الأول سأل إذا أنجيليكا تقدر تتكلم دلوقتي بعد ما بقت بشرية. أنجيليكا عندها الأحبال الصوتية لكن ما اتكلمتش فترة طويلة لدرجة إنها نسيت إزاي تتكلم. بدل كده استخدمت إشارات بالإيد عشان تشرح اللي حاصل. كشفت إنها كإمبراطورة الدنجون كانت مختزلة الهيكل العظمي، بس الدرع الحي اللي كانت لابساه كان ملعون إنه يلصق على لحم مستخدمه، وده بشكل تقني يرجع جسمها. بعد كده هاروكا اداها البنغال المبارك اللي كسر اللعنة الدرع، وكمان الجوهرة بتاعت عالم الموت وخاتم الحظ رجعوا ليها طاقة حياتها واستقلالها، وبالمجهودات دي كلها رجعوا خلوها إنسانة طبيعية تاني. هاروكا فهم إن هو الأساس السبب في استعادة إنسانية أنجيليكا، وهي شرحت له إن مساعدتها له هي طريقتها في التعبير عن امتنانها. هاروكا رغم إنه مقدر تفانيها حس بالذنب وهو بيفكر إذا كان بالغلط بياخد منها حريتها، فطمنها وقال لها إنها مش محتاجة تفضل معاه وإنها حرة تعيش حياتها زي ما تحب. لكن أنجيليكا رفضت تسيبه تماما وشرحت له إن اللي هي عايزاه فعليا هو تفضل جنبه. هاروكا فهم إن أنجيليكا مش عايزة تحس بالوحدة، فقرر يقعد معاه شوية كمان، ولأنه يفرحها عرض عليها إنه يحكي لها قصة ممتعة. ومن هناك هاروكا فضل يحكي طول الليل عن أي حاجة وأي حاجة تيجي في دماغه، وأنجيليكا استمتعت بكل لحظة من حكاياته. في الصباح اللي بعده هاروكا وأنجيليكا خرجوا، وهاروكا اقترحوا يعملوا مباراة تدريبية صغيرة. أنجيليكا ما عندهاش مانع، لكنها كانت فضولية عايزة تعرف ليه فجأة عايز يقاتل. فهاروكا شرح لها انه كان بيشتغل على مهارة جديدة وعايز يختبر قد ايه تحسن في الايام اللي فاتت. أنجيليكا وافقت تساعده في التدريب واتقابلوا. هاروكا كان عارف ان أنجيليكا كانت ماشية بالخفاء في القتال اللي في الدنجون، لكن دلوقتي بعد ما طلب منها تدي كل قوتها كان متوقع انها تبقى اسرع بكتير. لكن هاروكا كان مصمم انه يقرب من سرعتها، فخطط يعتمد على مهارة النقل الجديدة بتاعته. ولما بدأت المباراة أنجيليكا اندفعت لقدام وهاروكا استخدم مهارة النقل عشان يتفادى الضربات الأولى منها بالقفز لورا ويعمل مسافة بينهم ويستعد للهجوم. بعدين اندفع ناحيتها وحاول يضربها بعصاه لكنها صدته بسهولة وردت عليه بضربة جامدة على دماغه. هاروكا وقع مغلوب على أمره وأنجيليكا جت تتأكد إنه تمام، لكن غير ريحة الهزيمة هو كان بخير. رغم إنه ما قدرش يتغلب على سرعة أنجيليكا المرة دي، هو بدأ يتحسن في مهارة النقل وحاسس بالثقة إنه يوما هيكون أسرع. دلوقتي كل التدريب خلاه جعان، فهاروكا اقترح ياخدوا حاجة ياكلوها وسأل أنجيليكا إذا كانت حابة تيجي معاه. هي قومت وهو وراها النهر وعرض عليها مهارة الصعقة بتاعته لصيد السمك. وبعد ما جمعوا كمية كويسة حطوا السمك في سلة ورجعوا البيت يحضروا الأكل. لكن هاروكا زهق من شوي السمك كل مرة، فاقترح يجربوا يعملوا هوت بوت للتغيير. لما وصلوا البيت هاروكا راح المطبخ عشان يحضر الأكل وأنجيليكا متحمسة تساعد. عرضت مساعدتها لكنها عمرها ما استخدمت سكينة مطبخ قبل كده، فكانت بتواجه صعوبة. فهاروكا وقف وراها وعلمها تحركاتها. أنجيليكا باين إنها مستمتعة جدا بالتجربة لأنها فرصة تقضي وقت ممتع مع هاروكا. وبعد ما الأكل جهز شكله كان رهيب، فالاتنين قعدوا ياكلوا سوا. ولما خلصوا هاروكا كان شبعان جدا، لكنه لاحظ إن أنجيليكا باين عليها قلقانة شوية، فسألها إذا في حاجة مضايقاها. لكن أنجيليكا كانت محرجة جدا، فبدل ما تتكلم مسكت إيده وودته أوضة النوم وطلبت منه يقعد جنبها. هاروكا لسه مش فاهم قوي اللي بيحصل، لكنه عمل اللي طلبته وقعد. أنجيليكا قربت منه وحطت نفسها وراه. ده كان ممكن يعني حاجتين بس، لكن التانية كانت مش مناسبة لشخصية أنجيليكا. فهاروكا خمن صح إنها عايزة بس تعمل له مساج عادي، وأنجيليكا أكدت وشرحت إنها عايزة تبين امتنانها لكل اللي عمله ليها. هاروكا حاول يكون لطيف ووافق، لكن بسرعة اكتشف إن أنجيليكا مش شاطرة خالص. كل لمس كان بيصدر صوت تكسير العظام مش مريح خالص. ومع كده هاروكا قدر مجهودها ومثل إنه حاسس بالراحة ومدحها على المحاولة. رغم ده أنجيليكا حست إنها ما عملتش كفاية وسألت إذا في حاجة تانية هاروكا عايزها. فهاروكا خد عرضها بمحمل الجد واقترح يخرجوا سوا تحت السماء الليلية. الاتنين قعدوا على دكة وبصوا للنجوم. أنجيليكا حست بالخجل فضلت تبعد شوية، لكن هاروكا لاحظ ده وقال لها مش لازم تقعدي بعيد كده، وربط على رأسها برفق، بس ده زاد إحراجها فابتعدت أكتر وهي بتحاول تعبر عن مشاعرها. حاولت تتكلم لكن الكلمات ما طلعتش بسهولة، كانت محبطة وخجولة فلفت وشها. لكن هاروكا طمنها وقال لها ما تضغطيش على نفسك،
واعترف بمجهودها وشجعها تاخد وقتها. وهاروكا فهم ان انجيليكا محتاجه بيئه تتعلم فيها التواصل، وجه على باله ان جراها لنمط حياته الانعزالي مش حل، فاقترح يرجعوا للمدينه بكره. في اليوم اللي بعده هاروكا وانجيليكا راجعين للمدينه سوا، وفجاه بدات تمطر. هاروكا بسرعه مسك ايد انجيليكا وسحبها وهو بيجري معاها في المطر عشان ما يتبلوش. ولما وصلوا المدينه الاتنين وصلوا اخيرا، والبنات فرحانين جدا بيشوفوهم تاني، لكن فرحتهم اتغيرت لفضول وتريقه لما لاحظوا ان هاروكا وانجيليكا ماسكين ايد بعض. لما لاحظوا ده الاتنين اللي اتلخبطوا وسابوا بعض فورا، لكن كان فات الاوان. البنات شافوا. بعد كده اتجمعت البنات حوالين انجيليكا وبداوا يسالوا بلا توقف عن الوقت اللي قضيته مع هاروكا. انجيليكا اتلخبطت من الاهتمام ده وما قدرتش ترد، لكن كلاس ريب تدخلت وصفرت عشان تعيد النظام، وبعد كده رحبت بانجيليكا رسميا. هاروكا شكر مندوبة الفصل على المراقبة وطمنها انه هيستمر يعتمد عليها. ومع ان انجيليكا نجت من اسئلة البنات الفضولية، هاروكا لقى نفسه محاصر من الولاد اللي طالبين كل التفاصيل عن علاقته بانجيليكا، لكنه صح فيهم لحد ما انسحبوا. ولما هدوا الامور انجيليكا قربت من هاروكا باين عليها العصبيه لانها عندها حاجه تقولها. هاروكا سمعها وهي اخيرا قالت شكرا من قلبها على كل اللي عمله لها، وده خلاه يحس بالفخر. ومن لما هاروكا جه للعالم ده فهم ان كل شخص بيواجه معاركه الخاصه، وده معناه انه كلهم منعزلين بيتعاملوا مع صراعاتهم الشخصيه، ومع ذلك عندهم بعض يعتمدوا على بعض. ومع الفهم ده هاروكا حس بالاطمئنان ان كلهم هيبقوا تمام، وده معناه انه يقدر يكمل رحلته ويتقن العالم ده لوحده. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.